يا مساء الفل عليكم، قناتكم قناه ماستر سين. انا مايكل عاطف، ودي حلقه جديده وستايل جديد مختلف، ومعانا ضيف جديد لاول مره. معانا باسم موريس. مساء الفل يا باسم، مساء العسل. عامل ايه؟ والله اخيرا. انت الحلقه دي بقى لها كتير قوي، بقالها سنه في رمضان اللي فات. بس رمضان اللي الحمد فات لله. بنحاول نعملها فعلا. الحمد لله. انت السنه دي متالق جدا في رمضان. الحمد لله الحمد لله. نمسك خشب. امسك اي حاجه. الحمد لله. عامل 3 مسلسلات. اه حلو جدا. احنا بقى جايين النهارده عايزين نتعرف على بعض، تعرف نفسك كده للناس، ونبتدي نتكلم. انت اصلا ابتديت تمثيل ازاي؟ ابتديت من مسرح الجامعه. انا خريج كليه سياحه وفنادق جامعه حلوان، حاجه مالهاش علاقه خالص بالتمثيل. سياحه فنادق. اه انت بعيد خالص. قسم دراسات سياحيه لغات. لغات. او من المتداول سياحه انجلش يعني عشان طب يعني وايه اللي رماك في الفن والفنانين؟ يعني بص، انا من الاول كنت عايز ادخل معهد السينما عشان عايز اطلع مخرج. حلو. مفيش اسباب، انا نفسي يعني ما عنديش حاجه، انا عايز اطلع مخرج. انا بحس ان ده اكتر شخص مهم في المكان. انت عايز تبقى عايز مهم. ابقى مهم، مش عايز. طب وانت صغير مثلا كنت بتتفرج على افلام كتير، بتقعد تبقى جدا. وانا بابا مهندس ديكور في التلفزيون، كان بياخدني مسرح كتير قوي. يعني انا طفولتي كلها كانوا بيتفرجوا على كرتون. انا تلاقيني مثلا راجع من مسرح الدوله بتفرج على مسرحيه لعلاء مرسي او لطارق الدسوقي. يعني انا طفولتي واخد لاين كلها- مختلف. جدا. انا حضرت كميه مسرحيات مسرح دوله. انا ارشيف. والله يعني فهو توم وجيري وبكار والحاجات دي ما عاشتش. ما اعرفش. لا، في بقى بيقولوا لي اسماء حاجات معقده اكتر، انا ما افهمش الكلام ده. احنا كلنا اتربينا على ما فيش، انا ما اتربيتش. بيكاتشو والبوك. انا برايا الكلام ده. بره خالص. اه طيب ف- حلو، حبيت تخش تبقى حبيت مخرج. عايز ادخل معهد سينما، فبابا قال لي لا، نقي كليه الاول وبعد كده خلص وخش معهد سينما. الازمه بتاعت الاباء ان لازم بالظبط. يبقى معاك شهاده وبعد كده اعمل اللي انت عايزه. بالظبط. فنقيت كليه دراستها سهله. فسياحه وفنادق دراستها سهله جدا ما عدا قسم ارشاد. لانها على ايامك انت وعلى ايامنا كانت بتاخد من مجموع عالي. ما انا الكلية كده ممكن كده كانت- انا مش افشخ حد في الدنيا، مش بجيب 100% ومش ضايع. فانا كنت جايب 89%، فدخلتها ب 89% على اساس ان انا هخلص وادخل معهد سينما عشان ابقى مخرج. حلو. مخرج. مش عايز امثل خالص. كنت بمثل قبل كده في مسرح المدرسه وبتاع، بس مش حابب يعني مم. مش شايف نفسي ممثل. ممثل. شايف نفسي لا، انا مخرج. حاسس ان انا عايز افرض سيطرتي على خلق الله. يعني فاهم دي انا بقى- عايز انا آه. صيد، انا اسوق دخلت بقى الكليه، بسال على فريق التمثيل، قالوا لي مفيش فريق تمثيل. في الكليه. كانش موجود. ازاي مع ان كل الكليات فيها؟ لا كانش فيه. كان في زمان ومفيش. وحتى كان انا فاكر كويس، منتخب الجامعه كان بيعمل بروفات بس، وده افيه انا مش قادر افهمه لحد دلوقتي. ما بيعرضوش. رحت سالت في رعايه الشباب بتاعت الجامعه حلوان. مم. قلت لهم عايز امثل، قالوا لي خلاص روح منتخب الجامعه، بس خلي بالك دي بروفات بس. فقلت لهم طب انا يعني نروح نشتغل افرض- ونتدرب. افرض عايز اعرض بقى. ما حدش يسقف. افرض عايز امثل بقى وبعد يعني. البروفات طيب. ده بجد والله، ده حقيقي. الفتره دي سياحه وفنادق ما كانش فيها فريق تمثيل، ومنتخب الجامعه كان بيعمل بروفات بس. ده بجد يعني. الفتره دي من 2009 مثلا. طب حلو، دخلنا الجامعه وبدات تخش بقى. انا عايز اثبت نفسي باي حاجه، فعملت جمعت صحابي حتى لو ما بيعرفوش يمثلوا، لان دول اللي اعرفهم، وقلت اصور فيديوهات كده في حته فاضيه ورا الكليه. عايز اعمل أي اي زقر حاجه بقى. وانا هخرج. وانت اللي هتخرج. انا مش بمثل خالص. فجينا يوم التصوير، عملنا كده حاجه كانت قهوه ساده مكسره الدنيا وقتها. طبعا. فعملت حاجه بنفس الستايل، حاجه بتناقش قضيه ما، وقال يعني مذيع نازل وناس حواليه وبتاع وحاجات كده. الممثل اللي كان هيعمل ده، مش هقول ممثل يعني، صاحبي اللي كان هيعمل ده زميل بالظبط ما جاش. فأنا ضرب بقى- لك اليوم. فانا هدخل بقى انا اللي فاتحطيت. هعمل مكانه. فكان ساعتها عاملين فوت كده هبل كده على البيجات بتاعت الكليه وبتاع، فخدت انا في الفوت ده احسن ممثل. فحسيت ان يجي مني يعني حسيت ان حسيت ان دي اشاره. بالظبط. وفي نفس الوقت بدات احس ان الاخراج مسؤوليه، مش حاجه حلوه. طبعا يعني معروفه يعني. تحس ان انا مره واحده في حد انا المفروض اتصرف، هو وفلان الوحيد ما اللي جاش بيتشتم. ايوه بالظبط. طب ليه؟ ما انا امثل ومسؤول على الاقل عن دور انا بس يعني. مم. وجت بقى من هنا، بدات امثل في مسرح الكليه، وبدات بقصه صعود كده صغيره، بعمل مشهد بعد كده او جمله الاول، بعد كده مشهد، بعد كده بطوله، بعد كده باخد احسن ممثل جامعه حلوان بعد كده. خدت احسن ممثل في جامعه حلوان. خدتها في مهرجان الجامعات كله. في مهرجان، لا جوه الجامعه. جوه الجامعه. احسن ممثل جامعه حلوان خدتها عن الكليات اللي مشاركه في المهرجان يعني. ودايما كنت بتلعب الكوميدي ولا بتلعب ادوار مختلفه في الكليه؟ لا، في الاغلب الكوميدي، بس مثلا المسرحيه دي، ودي لعبه بقيت العبها كتير في اي جايزه خدتها بعد كده، ببقى اللاين كوميدي بس اعمل مشهد في الاخر جد كده. يعني دي في الاغلب بتجيب جايزه. عارف انا طبعاً. الاسئله بتاعت المسرح. ايوه بالظبط. تنزل على ركبك لا من غير كده، بس يبقى مشهد جد حتى لو بتكلم فيه وتعيد عادي. اخر جمله 3 مرات فجمله بس دي بتنتج جايزه على طول. بتنتج جايزه وسكسين.
يعني انا جربتها كذا مره جابت فحبيت التمثيل في الجامعه. وبعد الجامعه بقى في فرقه مستقله اللي هي ابيض في اسود. مكمل بقى فيها لحد يعني اخر مره من سنتين مثلا ولا حاجه. باخد بريك وهرجع، يعني هرجع المسرح تاني ان شاء الله. على طول انت الريفرنس بتاعك المسرح، الاساس بتاعك المسرح طبعا. طيب ازاي بقى قدرت تخش في العالم بتاع السينما والدراما والتمثيل ده؟ ما هي النقله صعبه برضه، يعني انت تقدر تشتغل جدا في الجامعه، نجوم كبار بيبقوا شغالين مسرح طبعا. بس عشان يخشوا في الحته بتاعت التمثيل دي وسط طبعا. يعني انت عارف ان بيبقى فيه أيوة. علاقات وجروبات والقصه دي، فانت دخلت ازاي وسط الناس دي؟ انا بلاقي نفسي في السيف زون في المسرح، فانا كان خطتي انا يعني ان انا اشتغل مسرح كتير واعزم ناس. الموضوع انا كنت متخيله سهل، يعني كنت معتقد ان انا هروح مكلم مايكل فانا عندي مسرحيه يوم الثلاث والاربع اللي جايين ما تيجي، فقشطه انا جاي. هو الموضوع صعب جدا طبعا جدا، ان الراجل اللي انا بكلمه ده سواء مخرج او ممثل هو في 100,000 واحد غيري بيكلمه، فهو لازم يصدق ان انا كويس وهو هيجي فعلا يلاقي منتج كويس ويلاقي ممثلين كتير شاطرين ويلاقي عرض على بعضه حلو يعني. فانا قعدنا في الموال ده من 2016 بدأ يجي لنا ناس في 2020 4 سنين على ما سمعت، على ما الفرقه سمعت. سيبك من انا كباسم، ايوه انا قصدي المجموعه بتاعتنا كالتيم كله. 2020 ده انا اسف هو شهر 11 2019 بالظبط يعني. انت كده فاكر مين اول حد جالك؟ طبعا لا مش اول حد، هو اليوم ده كان غريب، هو كان توفيق ربنا كده. كلنا مكلمين ناس، يعني كل واحد فينا انا اعرف استاذ فلان وفلان يعرف استاذ فلان مش عارف ايه، ودايما ما بيجوش فاهم يعني دايما معلش اصل عندي حاجه، اصل مهرجان مش عارف ايه، اصل انا مسافر، اصل انا بعمل. ايوه عارفها. صدفه بقى اليوم ده مصر كلها جت، يعني انا فاكر الصف الاول ده كان استاذ ماجد الكدواني. انا مش هقعد اقول استاذ، انا اللي جايين كلهم اساتذه فهقول اسامي على طول بقى. طبعا ماجد الكدواني، احمد الجندي، امير رمسيس، تامر محسن، محمد خيري، وائل فرج، هشام جمعه. يعني صف اول يخض جدا وبلا اي مقدمات، يعني هو مره واحده احنا الناس دي كلها قاعدين. ربنا فرجها. ربنا بعد فرجها. ما كناش لاقيين ضيف بالظبط 2016. لا للامانه برضو يعني انا فاكر في العروض الاولى بتاعتنا استاذ عصام السيد كان بيجي لنا على طول، يعني في 3 مسرحيات تقريبا استاذ عصام جالنا، وده واحد يعني من اساتذتي، مش يعني ما اشتغلتش معاه قبل كده بس من اساتذتي اللي انا بتفرج عليهم. انا حضرت له وانا طفل بمناسبه مسرح الدوله اهلا البكوات دي، ده يا خرابي. اهلا البكوات بقى وزكي في الوزاره ومش حاجات كتير يعني. وفي بيتنا شبح دي كنت انا دخلت بقى الجامعه والفرقه بتاعتنا بتاعت المسرح راحت كلها اتفرجت على المسرحيه دي، كانت بطوله ماجد الكدواني. فاحنا اول انطلاق عندنا كان 2019، بعدها بدات الخطوه بقى. 2019 ده بدات اعمل اول فيلم سينما بنات ثانوي. طبعا ده كنت عامل اخو هنادي مهنا. استاذ جندي بقى بدا، استاذ جندي عنده حاجه جميله قوي ان هو لما بيلاقي ممثل عاجبه في الاغلب بيعمل معاه كده تجربه ان هو يجيبه مثلا في اعلان الاول او يجيبه في مشهد، فيبدا يطلع معاه واحده واحده كده لحد ما يثق فيه ان تمام الراجل ده برده ممثل كويس قدام الكاميرا زي ما هو ممثل على المسرح يعني. فجابني الاول في اعلان، بعد كده كان اعلان ميزه بتاع احمد مكي. كان الاعلانات دي بتاعت احمد مكي كانت جامده جدا بس كان انا يعني كانت كورونا دخلت فتاجل كتير قوي الاعلان ده عقبال ما نزل يعني. بعد كده في اواخر بقى 2020 صورت وقفه رجاله معاه. انت في وقفه رجاله عملت دور انا فاكره لحد دلوقتي بتاع الكمثرى الخشابي. ايوه انت طالع بفانلتك الحمالات. ايوه على فكره كان فيلم حلو اصلا كتوته جدا، وانت الدور كان حلو عليك قوي وخدت فيه فرصه حلوه، بس الغريب ان الوقت اللي قعدت سنه بعدها مريح او بص انا صورت وقفه رجاله ده مع تسليم اهالي. تسليم اهالي كان دوري صغير جدا جدا، كان مظبوط. شبه جملتين ولا حاجه كده. هشام ماجد ودنيا بالظبط. وخدت ساعتها راي الناس كلها قالوا لي روح اعمل واشتغل كتير يعني ده مش وقت خالص انك تحس بنفسك يعني فاهم. بالظبط يعني لسه ما فيش حاجه صح. فصورت الاثنين مع بعض تقريبا ممكن فرق ما بين ده وده شهر يعني. حتى صورت وقفه رجاله الاول يومين باين، وبعد كده سافرت صورت تسليم اهالي في الغردقه، بعد كده رجعت كملت اخر يوم تصوير في بتاع الاغنيه بتاعت ابو في وقفه رجاله. فكانوا في نفس التوقيت. هنا انا واخد دور وبجتهد فيه وبحاول اعمل تفصيله الفانيلا والفوطه، هتلاقي الفوطه دايما ثابته في كل مشهد. ايوه لافعها كده. ايوه الناحيه الثانيه انت ما عندكش مساحه تجتهد، يعني هو الدور هو كده يعني دور مساحته جملتين ما فيهوش اي مساحه لاي حاجه. بس في الاول وفي الاخر انت في مرحله وانا ما زلت في المرحله دي خصوصا في السينما. دايما يعني الاساتذه الكبار لما باجي اخد رايهم يقول لي ارفض اي حاجه الا فيلم السينما. انت بتعيش مدى الحياه، يعني انت لو مت بعد بكره انت خلاص انت موجود مدى الحياه. السينما بتعيش اكتر من الدراما. بالظبط. ففضلت بقى عافر بيجي لي حاجات سينما مساحات كويسه
وبيجي لي حاجات سينما، حاجات مش احسن حاجه، بس بروح اعملها يا اما عشان اتعرف على المخرج ده وابقى اشتغلت معاه، يا اما من باب التواجد. في حاجه سينما قريب طيب فرحنا كده؟ في ان شاء الله يعني. أيوة. في الجواهرجي مع محمد أستاذ هنيدي ومنى ومنى زكي. زكي. الله. ده مصوره من زمان قوي. انا فيلم سامعين عنه بقالنا سنتين بقى لا اكتر بقى، متهيألي 4 سنين مثلا. يعني مش عارف ايه اللي معطله ده كله. صوره ممكن شهر 8 مش ده اللي قبله لو انا فاكر صح يعني. حلو، ده ان شاء الله المفروض ينزل الصيف الجاي تقريبا. المفروض قالوا في العيد الكبير. طب ده اللي حلو. انا عارفه، ده برضو يعني اول مره مع استاذ محمد هنيدي. وده يعني اجي ابص مواليد التسعينات والثمانينات مرتبطين ومتعلقين بيه محمد جداً. هنيدي يعني ده ده الأسطورة. ايقونه. وتاني مره مع منى زكي بعد تحت الوصايه. فلا الاثنين حاجه عظيمه. اول مره مع اسلام خيري، المخرج استاذ اسلام خيري. فلا كانت تجربه لطيفه برضو، مش من الحاجات اللي حجما كمساحه كبيره، بس تجربه كنت مهتم قوي ان انا اعملها يعني. طب بمناسبه ان احنا جبنا سيره محمد هنيدي والنجوم اللي احنا متربيين عليهم وكلنا بنحبهم، هل شايف ان نوع الكوميديا بيتغير؟ يعني ذوقنا في الكوميديا احنا بيتغير؟ لان اللي بيقدمه محمد هنيدي انا بالنسبه لي في اوقات كتير انتقدت فيها محمد هنيدي وانا زعلان ان انا بنتقده. انا هبقى مبسوط انت بتنتقده عشان بتحبه عشان جدا. انا متربي طبعاً. على محمد طبعاً. هنيدي. احنا متربيين على افيهاته هو ومحمد سعد طبعاً. وعلاء ولي الدين الله يرحمه. فهل ذوق الكوميديا لما اتغير، ولا النقطه اللي انا شايف انها الاكتر ان الناس دي بعدت عن الشارع؟ يعني انت فاهم قصدي ان هي بعدت عن الشارع؟ صح. انا على فكره دايما بتكلم في ده. لو تعال نرجع ورا شويه للجيل اللي قبليهم، فؤاد المهندس لحد اواخر ايامه هو كان عايش في الله يرحمه، وانا ده مثلي الاعلى يعني. فؤاد المهندس لحد اخر ايامه هو عايش في شقه في الزمالك، بينزل ويتحرك وبيمشي وفي وسط الناس. هتلاقي نور الشريف كان بيحكي انه لحد الاواخر بينزل يوم الجمعه الصبح يتمشى في وسط البلد وبتاع. قد يكون زي ما انت بتقول مجتمع الكومباوند ومجتمع البادي جاردات ومجتمع المش عارف ايه بعد الناس شويه، بنى سور بينهم وبين بالزبط. الكوميديا اللي قد يكون الله اعلم يعني. لما انا شايف كده، لان انت لو بصيت على الكوميديا الجديده من وجهه نظري، الشباب اللي طالع اذا كان بقى حاتم صلاح او اذا كان مصطفى غريب او حتى طه وعصام عمر وكلهم محمد سلام حتى طبعا. الناس دي عندها ذوق كوميديا لاين مختلف وبيجيب معانا بالظبط عشان هم لسه في الشارع. انا عارف ناس بتقعد في الشارع على قهاوي في مطريه وعباسيه اعتقد ده ممكن يكون السبب، ولكن هيظل طبعا لهنيدي ومحمد سعد تاريخهم وقيمتهم. والدروب ده متهيألي حصل مع الناس كلها. يعني مش عارفه تفتكر ولا لا، عادل امام مثلا في الفتره بتاعه النص الثاني من التسعينات هتلاقيه وقتها عمل مثلا بخيت وعديله، هتلاقيه عمل واحد كان مكسر الدنيا اللي هو هنيدي. هنيدي كان لسه بادئ كان بقى لسه وبتاع بادئ. فتلاقي عادل امام بجلاله قدره عمل كام فيلم كان وقتها فيه اضطراب شويه في الكوميديا وعرف يرجع. فانا متاكد يعني اصل محمد هنيدي بعيدا عن تعلقنا بيه او حبنا ليه هو موهبه صرف، هو مرعب، هو ما فيش حد كده في الدنيا. انا لما اشتغلت معاه كمان هو خيال شغال. وبعدين عنده حاجه لما بيجي يعيد التيك استحاله يقول نفس الافيه عشان هو بيرتجل، وعشان هو عنده الموضوع ان هو بيستمتع بالموضوع بجد. هو بيحب ان هو بيموت اللي احنا نبقى بنصور جنبه وهنموت ونضحك. هو كده هو متكيف كده انا عايز اضحك. ايوه بالظبط. فهي دي الفكره. فالراجل فعلا فعلا بجد هو موهوب جدا جدا. ففكره انه ممكن يبقى في عدم توفيق في حاجه او حاجتين بيبقى انا بالنسبه لي عشان انا واحد من جمهوره متاكد ان هو هيرجع يعني. ده هياخدني الحته الثانيه بتاعت فيلم الدشاش. الفيلم نجح جماهيريا، ممكن يكون انا ما اتبسطتش منه قوي وقلت ده في الشانل فنيا ممكن فنيا ما اتبسطتش منه بس اتبسطت لمحمد سعد لان هو قدر يعمل التوليفه اللي بتعجب الشعب. وده برضو انت بتتكلم كموهبه. ده ايه ده لا محمد سعد محدش يقدر يتكلم قد ايه هو فنان موهوب طبعا. بس هل برضو ده الفيلم اللي محمد سعد يبقى فرحان بيه وماشي بس اعتقد هو مدرك ده يعني اعتقد يعني هو فرحان بنجاح الفيلم، بس هو اعتقد ان هو مدرك ان ده خطوه ما هوش نهايه يعني ما هوش خلاص انا خدت الاوسكار. فاهم قصدي؟ هيبان في اللي جاي بقى بالظبط. انا مستني اللي جاي. وانا خلي بالك انا قلت كده انا فرحان جدا بنجاح محمد سعد، مش مبسوط من الفيلم بس انا مبسوط ان محمد سعد بدا يرجع. لان كان تفتكر كان في افلام غريبه كده بيعملها جدا واكيد هو عارف ده لان يعني انت قيمتك اكبر من كده بكتير. انا افلام محمد سعد دي بوحه وعوكل والليمبي وبتاع ده انا فاكر شكل السينمات ساعتها. وفجاه انت فيلم عايش بترنداته بافهاته 20 سنه اهو، مش ممكن يعني الجمله بترند يعني فاهم الجمله بترند. انا دخلت الليمبي ده انا فاكر 6 مرات سينما انا وانا دخلت كذا مره برضه يعني كنت ملحوظ ماشيين كلنا في الشارع
كلنا الليمبي، بالظبط. مصر كلها قلبت بالظبط بالظبط. يعني ده يدل ان هو ليه تاثير قوي وان هو ممثل عنده حضور. طبعا. واتمنى برضو والله يبقى يعني برضو ما يبعدش على الكوميديا. هو برضو هو اصل هو مين مميز هو غير هو مكي في موضوع الكاركترات والكلام ده؟ لا عندنا حاليا هيبقى صعب شويه، مفيش حد. فانا برضو مش عايزه يبعد لان الحته دي صعبه جدا. وبعدين ان هو في حاجه ان هو لما راح عمل الكنز مثلا الناس انبهرت على اساس ان الباقيين دول كانوا هزار. هو لا، بوحه ما حدش عارف يعمله. محدش مفيش حد بجد انك تحافظ على كاركتر بلازمات بافيهات بحاجات فيلم كامل. ده انت الواحد بيروح يعمل حلقتين في مسلسل بيبقى تايه في الدور ومش عايز يبقى بيلق فيه يعني. فاهم؟ فانت ما بالك بقى فيلم سينما انت. بس اقول لك على حاجه، انا عارف مين يعمل كاركترات حلو؟ مين؟ طه دسوقي. فاكر المسلسل بتاع احمد امين؟ ممكن بتاع رمضان اللي فات، ممكن السفاره. عمل، انا اتفاجئت ممكن كان جدا. اول ظهور لطه وفاجئني بصراحه. بس محمد سعد كاريكاتيري اكتر. يعني الحاجات هتنفجر جدا جدا. الحاجات البادي لانجوج اوفر جدا وحاجات وبتاع. فاتمنى برضو ما يقضيهاش جد وينسى اللي احنا بنحبه برضو. لازم بس والله يعمل كل يعني زي انت بتقول هو اللي هنحكم من اللي جاي يعني. هو اللي جاي هو اللي يبقى التست الحقيقي. طب خلينا نرجع لموضوع السينما. انت عندك الجوهرجي في حاجه تاني بعد كده ولا لسه شويه؟ لا لسه بقى خالص. طب دراما؟ لا ما فيش بقى. هي اللي انا صورته في رمضان 3 مسلسلات. طب كلمنا كده شويه عن دورك في مسلسل النص، لان انا اصلا اتبسطت واتفاجئت بيك وانا بتفرج. وانا والله اتفاجئت. انا فعلا بجد الموضوع جه بسرعه الى اقصى درجه يعني. هو انا دور مش كبير، هو مشهد بس مشهد حلو، مشهد مكتوب حلو جدا. المشهد ده انا بجد ما زودتش كلمه فيه. هو بيضحك جدا على لان هو بيقدم ديوك. ايوه الموضوع ايوه فهو كنت قاعد مستمتع جدا، خلي بالك. فهو الحاجات مكتوبه بتضحك جدا الى اقصى درجه. وانا اعرف احمد امين من زمان بس ما اشتغلتش معاه خالص. فلما صدقت بصراحه راجل يعني راجل جميل الى اقصى درجه في الحياه. واول مره مع حسام علي، وحسام علي ده انا بحب 30 يوم ده جدا كمسلسل. فمن زمان لدرجه ان انا فاكر انا كنت ببعت له مسجات على طول ما كانش بيشوفها. بس دي بنبعت لا رد عليا مره والله. من كتر ما انا كنت معجب ب 30 يوم ده قوي، لان هو كان مختلف يعني. كان مسلسل غريب جدا جديد، وكان اول مره انا اشوف باسل الخياط. فلا بس الممثل رهيب، جامد قوي والله العظيم، جامد جدا. هقول لك على معلومه مش وقتها، بس هو من اكتر الممثلين او من اعلى الممثلين اجرا في السوق بجد. لا ما اعرفش. انا في حلقه هبقى اعملها كده هتكلم فيها عن الاجور، مش هنقر ولا هنحسب بس انت هتتفاجئ. انا ترتيبي كام؟ مش هنتكلم عشان ما نتحسبش. بعيد قوي الحاجات دي بتتنزل. رقم 1100. انت لو جبت 1100 تحمد ربنا. والله. فبرضه فكره دي حاجه حلوه ان انا في مخرجين كتير كنت من جمهورهم، فلما بتيجي فرصه اشتغل معاهم والاقي عارفني ومتابع شغلي وبتاع. فلا النص ده كان بالنسبه لي رغم ان هي تجربه صغيره بس لا حبيتها جدا يعني. كلمنا كده عن اجواء اللوكيشن واحمد امين بيتعامل ازاي مع النجوم الصغيره. سامعين كلام كتير ان هو حد جميل وحد جدا. هو بيهتم طول الوقت بالمشهد مش بيه يعني. هو المشهد لو هو كله رايح في الدايركشن عند فلان هتلاقيه هو بيسبورت فلان جدا. هو كلمه جدا جدا يعني. هو لو اتفرجت على مشاهدي هو بيدخل في الاخر، ما قبله هو بره الفريم، هو ورا الكاميرا اصلا. واخد الكادر لوحده. فكنت انا عامل حاجه كده تفصيله، انا داهلي قال لي طب ايه رايك لو عملنا كذا وعملنا كذا. بيضيف لك جدا. راجل يعني ما راجل جميل، واكيد نجاحه ده يستحق يعني. فراجل انا اتشرفت بصراحه اللي انا اشتغلت معاه وكنت مبسوط جدا. ومن اهم المكاسب اللي انا اشتغلت مع احمد امين وحسام علي بصراحه يعني، حتى لو كان مشهد يعني. لا هو طبعا اضافه لاي حد مش احمد امين. انا كنت من غير نضاره. ايوه انا عدت المشهد ده كذا مره. صعب جدا. انا بعت لك ساعتها وقلت لك انا مبسوط جدا. احمد امين كان مسميني الحاج احمد. مش شايف حاجه خالص والله العظيم. كان بيقعد يمسكني من ايدي تعالى يا ابني اللوكيشن والله خلي بالك. يقول لي فيها عمود. قلت له لا مش للدرجه دي. ده بيقفل عليك. ده مش شايف حاجه خالص. تعمل ليزك بقى بس فضحتنا في اللوكيشن. ان شاء الله قريب ان شاء الله. تاني مسلسل اشتغلته كان في النص التاني بقى. احنا النص الاولاني كان عندنا النص بس. يعني النص في النص الاولاني بالظبط. النص التاني برضو لقيتك انت موجود في المسلسل بتاع عايشه الدور. نتكلم عن مسلسل ده استاذ جندي حبيبك. واذا ذكر استاذ جندي انا بحبه جدا جدا. وكل اصحابي عارفين ان الراجل ده بالنسبه لي ايه يعني. استاذ جندي بطاقم الاخراج اللي تحتيه على راسهم استاذ خيري المخرج المنفذ يعني. اللي هم مش عايز ابقى افر اقول عيلتي، بس هم فعلا اكتر مكان ببقى مرتاح فيه. انا ما يعني انا دايما بقول لهم يعني انتوا لو كلمتوني اجي اعدي كده من ورا الكاميرا انا مش هتاخر يعني. المهم اقبض. ده كان اهم حاجه.
دي اهم، نيجي لاهم نقطه. انا عديته يا جماعه فين؟ لا والله هو الموضوع لطيف وبرضه كانت فرصه ان انا اتعرف على فدوى عابد، شخصيه زي العسل عامله يعني. دور زي العسل جدا جدا هو جدا، كان ومن غير استظراف ومن غير متفاجئ بيها حاجه. على فكره. انا متفاجئ انا إنها اتفاجئت اللاين من الكوميدي. النص الاول في اشغال شقه ده خرب موت. الدنيا. بس انا قلت بالليسته دي موت ده جه موت. 5 دقايق وبتاع. لا بس موت. انا تخيلت ان الافيه وعدى، ان تاخد كاركتر وتعيش بيه موسم او 15 فاهم حلقه قصدك. في نفس الفايبس. لا لا رهيبه لا لا، والاهم من غير حزق ومن غير استظراف خالص. وعلى الهادي، ومش لازم ارمي الافيه وانا بزعق وكلام. لا لا لا، جميله جدا، وبرده كانت فرصه حلوه ان انا اتعرف عليها. والمشهد ده انا بجد بحبه يعني. الدكتور الجراح اللي المقرف ده مقرف جاي قوي. افتحها محدش يشوف. مقرف الكلام صح. انا في الحقيقه بتوتر جدا. ما بتحبش منظر جدا. فيعني كنت بقول وانا من جوايا بتقطع. بس هو اللاين حلو ان هو بيقوله مبتسم وهو فرحان قوي يعني. هو سايكو مجنون كده. جدا جدا. انا حد صاحبنا بيقول لي سايكوباتي. هو فعلا هو سايكوباتي قوي يعني. فبرضه كانت فرصه عظيمه اتبسطت فيها، وكان بقالي كتير ما اشتغلتش مع استاذ جندي. بتهيألي اخر حاجه كانت ايه يعني، كان في اعلان قبليها اللي هو نزل في رمضان ده بتاع بونجورنو ده ومزاجه، كان اخراج استاذ جندي بس ما قبل الاعلان. بتهيألي كان اخر حاجه موضوع عائلي الجزء الاول يعني. انا كنت مستنيك في اي جزء من التاني والله وانا يعني كنت انا مستني اظهر بس يعني. لو سمحت يا استاذ جندي باسم لازم يبقى الجزء الرابع ان شاء الله. رابع او طب ما يعمل مسلسل جديد وياخدني. مسلسل ليه حاصرني في موضوع عائلي؟ موضوع بسيط يعني. بعد كده عملت بقى المسلسل الثالث بتاع منتهى الصلاحيه. ده اول حاجه صورتها عامه. ده اول حاجه اصلا. تاج اللي بيعمل القهوه وبتاع. بالظبط. الاوفيس بوي اللي في المعرض مع استاذ خالد سعد. انا اول ما شفت المشهد ده صورته وبعته لك، قلت لك اعمل لنا بسرعه. ايوه اخدت بالي، قلت لي تاج نيسبريسو. ايوه. فالتجربه برضو حلوه. كانت اول مره مع استاذ تامر نادي. استاذ تامر نادي عمل لي فولو على انستجرام السنه اللي فاتت، ودخل قال انا متابعك، انت ممثل كويس يعني. حلو. ده حاجه جميله جدا. فانا قلت اكيد هيكلمني في المسلسل اللي هو بتاع عياد نصار بتاع صله رحم. مفيش اي حاجه. صورتي قلت ما قال ايه، هو الراجل جميل، فهو الراجل اللي لقاني قدامه يعني شافني في حاجه فدخل بيسبورت وخلاص. هو مش عايزني في دور ولا حاجه. خش اعمل له لايك طبعا. ايه بقى. فمشكورا يعني. خلاص لقيتهم كلموني في المسلسل ده. وقت ما انا مضيت كان مكتوب كام حلقه، وكنت انا اتمنى ان النتاج ده يبقى اكثر اهميه يعني. بس برضو كانت تجربه انا مبسوط اللي انا اشتغلتها، لان يعني مش عارف هنتكلم في ده النهارده ولا لا، بس منتهى الصلاحيه لو هرتب احسن يعني لو قلت احسن 3 4 مسلسلات السنه دي، لا 100% منهم منتهى الصلاحيه. عشان انت ممثل فيه؟ لا والله خالص. لا بالعكس. خلي بالك انا ما بطبلش لاصحابي ولا اي حاجه. لا خالص. مسلسل بجد حلو، اسال اي حد والله. ما انا هنتكلم في الموضوع ده، بس انا عايز ارجع للنقطه. انت قلت كان مكتوب كام حلقه؟ وقت ما انا مضيت كان مكتوب 4 حلقات. او انت مضيت امتى؟ لا مش فاكر بقى. يعني في رمضان ولا لا مضيت من بدري. لا بقول لك ده اول حاجه مصورها. اصل انا لسه برضو عارف ان في مسلسلات لسه احنا في الازمه بتاعت المسلسلات بتتكتب طبعا. وبتتصور وبتتمنتج في السيزون. طبعا ده اسوء حاجه. واسوء حاجه كمان ليك انت كممثل، ان انت تبقى رايح تصور مش عارف طب انا بكره هاجي اعمل ايه، او اصلا في بكره ولا لا. ما انا يعني فاهم. يعني حتى في مساحتي انا يعني انت بتتكلم. ايوه بالظبط. يعني انت بتتكلم كمان سيبك من فئه النجوم، ربنا يكرمك وتستضيف حد من النجوم يبقوا يتكلموا عن نفسهم، فاهم؟ ربنا يبارك لك. انا بتكلم انا في المرحله بتاعتي ان انت بتروح تعمل في المسلسل 3 4 حلقات ولا حاجه، انت ما بتبقاش عارف انا وضعي ايه في الحياه يعني. انا طب انا دوري ده مهم باهميه دراميه يعني. ايوه ابعاد الشخصيه. سيبك من المساحات في الاول. انا زي ما بقول لك انا عاجبني اول مشهد اللي انا عملته مع دنيا. ايوه في عايشه الدور. لكن لو اتكلمنا بقى بشكل عام، طب تاج ده ايه يعني؟ تاج ده مكمل، تاج ده مش عارف ايه. فلا في حاجات كده كان نفسي. الشخصيه بتاعت شرقاوي مرسوم لها لاين ان هو شغال. أيوة. انت حابب يبقى في تفاصيل كده. بالظبط. فده بيبقى اكيد مرهق للمخرج نفسه، واكيد مرهق للانتاج اللي بيفرغ يعني. مع ان احنا بقينا بنعمل مسلسلات 15 حلقه وبقى المفروض تبقى خلصانه بقى من بدري. ايوه عندك انت. انا فاكر انا متهيألي يعني رمضان ده دخل ومفيش حاجه خلصانه غير ايش لو انا فاكر صح يعني. ايش خلص تقريبا يعني. خلص من بدري عشان هو خلصه ودخل لسيد الناس يعني. ده الوحيد اللي كان خلصان. الباقي كله كان بيصور
مش عارف ورمضان دخل. اتمنى والله راحه للناس كلها يعني يعني ليه تقعد 18 ساعه تصور و20 ساعه تصور؟ تعال نروح لرمضان بقى. يلا تعال نروح رمضان. انا بحب اتفرجت على ايه في النص الاولاني والنص الثاني؟ بص انا اللي شدني اكتر ال15 للامانه، الثلاثينات مفيش حاجه يعني شدتني قوي، مع العلم لسه كنت بتكلم مع حد امبارح ان مسلسل ياسمين عبد العزيز جايب فيدباك حلو قوي. انا ما شفتش منه اي حاجه. انا ده انا معاك في ده ليه؟ لان انا عملت ريفيو عن النص الاولاني. انا الناس دخلت نصين، في نص بيشتمني بيقول لي انت ليه مش متكلم عن ياسمين، انت احمد العوضي ده فعلك. يا جماعه ما شفتوش. ليه كبرت الموضوع؟ والله انا بموت في ياسمين، انا بتفرج عليها. ايوه انا برضه هو الظروف ما كانتش اللي انا اشوفه، بس الناس حابه المسلسل قوي يعني. على فكره مراتي في البيت بتتفرج وانا اللي بدفع اشتراك النت وتلفزيون وكنبتي مش العوضي يعني. مش منه. ايوه بس هو بس ال 30 انا السنه دي مش متحمس لاي حاجه. انا نفس الكلام. فانت بما انك ما شفتش في 30 فمش هنتكلم فيه. ال15 بقى لا، بس استنى، بس في 30 في كوميكس طالعه كتير جدا. ربنا يحفظنا. لا ما انت هتتجاب، مسيرك تكبر كده مش هنسيبك مش هنحلك. ايوه انت شايف اللي حاصل وردود الافعال ان الدراما الكبيره او الدراما الرمضانيه المسلسلات الكبيره قايمه على الحزق والاكشن المبالغ فيه. بص تعالى نتكلم بصراحه، تعالى ندي. انت بتتكلم على سيد الناس ماشي؟ لا ما تحطنيش في لا تعالى نتكلم بصراحه. لا انا مش عاجبني، انا ما عنديش مشكله. أيوة انا بتكلم بصراحه والناس بس انا هقول لك على حاجه. انا دايما مش بس دي الناس، انا برضو متضايق من كام حته في فهد البطل برضو مش عاجبني. أيوة. كذا حاجه. بس انا وجهه نظري في ايه، وحكيم باشا انا شفت برضو منه كام حلقه. لا برضو ما شفتش منه حاجه خالص للامانه. شفت منه كام حلقه. الغريب في المسلسلات دي هي فيها حاجه غريبه، خليني بس اقول لك ان انت بتلاقي نفسك ممكن تقعد تتفرج، هو عنده القدره ان هو يبيع لك الحلقه الجايه ويخليك عايز تعرف ايه اللي هيحصل. صح. بس توتال انا مش شايف حاجه بتتعمل. انا مش مستمتع بعمل فني. بس برضو تعالى نبص الموضوع من جانب اخر. انا بحسبها كده، انا لما بلاقي هجوم اوفر قوي على حاجه انا بتخض، يعني بحس ان يعني استهدوا بالله كده. هل عمرو سعد احنا هنتكلم دلوقتي بعد التاريخ ده كله هو ممثل حلو ولا وحش؟ لا طبعا. بتهيألي يعني خلاص متفقين الراجل ده ممثل كويس. قد يكون بقى في عدم توفيق مره في عمل، في اداء، في موضوع حتى يعني سيبقى عموما. هل هنتكلم محمد سامي مخرج ناجح ولا لا يا جماعه؟ ازاي يعني الراجل محمد سامي واحد من اذكى المخرجين طبعا يعني احنا خلاص احنا بنتكلم في حاجات بديهيات كده. احنا بنتناقش محمد سامي ناجح ولا لا؟ ده جعفر العمده ده يا اخي انا ما شفتش كده في حياتي. لا يعني اصحابنا ايوه اصحابنا اللي في جعفر العمده اللي عدوا من قصاد الكاميرا اقسم بالله اللي عملوا مشهد ما بنعرفش نمشي جنبهم. لا هو مصر كلها كانت بتشوف المسلسل ومصر كلها حابه المسلسل ومكملاه وبتاع. قد يكون حصل عدم توفيق، تمام خلاص مسلسل وعدى ما هياش نهايه الدنيا يعني. ثانيه بس تفتكر ان هو عدم توفيق ولا الذوق العام برضو اتغير زي ما اتغير في الكوميديا؟ لا بشوف ان عدم توفيق، لان انا بالراي انا لحد جعفر العمده انا كنت مبسوط من الناس كلها لحد اخر حاجه شفت فيها عمرو سعد. انا اختلف معاك، انا شايف ان حصل تشبع خلاص. احنا خدنا ده في جعفر العمده والبرنس. تمام ماشي ما ده عدم توفيق في الاختيار، ما في تشبع بقى. انا زهقت من التيمه بتاعه الميلودراما طبعا ان انت تعمل نفس الستايل وتعلى وتيجي على البطل وبعد كده ايه طبعا وينتقم ويعمل وبتاع. الميلودراما خلاص احنا حفظناها. انا معاك، ما هو انا شايف ده جزء من عدم التوفيق. بس خلي بالك انت لو ركزت في مسلسلات محمد سامي كلها تيمه الانتقام من اول ادم، من اول مسلسل عمله خالص بالظبط كلها نفس، بس هو تريتمنت مختلفه ودي شطارته. وهو عنده اشطر حد بيعرف ان هو يقفل فيشدك وبتاع. في يعني كوميكس كده اي حد يكتب اي حاجه مش عايز يكملها. ايوه بالظبط محمد سامي. ايوه بالظبط. فهي راجل شاطر جدا وناجح جدا وكل حاجه. انا هو واحد من جمهوره وبحبه وبتفرج عليه، ما تشددش لسيد الناس وما كانش عاجبني. طب لو كان جالك دور في سيد الناس تعمله طبعا. امتى ما هيجي لي قبل ما انا اتفرج. انت عارف ان هيتسف عليك كنت هتعمل ايه؟ لا ما عملوش بصراحه. متاكد؟ يعني اصل هو خلي بالك برضو انا واحد جاي يعمل مساحه صغيره، اكيد مش هيبقى عندي الجبروت اللي انا اقول لمحمد سامي لا انا مش مقتنع بالاداء ده يعني 100%. هو كده محمد سامي بيدي فرصه لحد منه كده 100%. فمن الاول لو انا شايف ان يعني لو انا بقرا المستقبل وشايف ان هيتسف لا بصراحه مش اجيب ورا. بالظبط خليني يا عم هادي. ممكن يفيدك على فكره، في ناس بتفكر كده ان هو يطلع على السوشيال ميديا ما هو ممكن والله، بس مش يعني مش انا يعني والله كنت عملت حاجات كتير كده بس يعني بمنطق انا مش مقتنع تلعب في السيف زون ان انت تفهم بالظبط. على الاقل في الاول انا لسه الناس بتعرف عليا، فالناس تعرف عليا في الحاجه اللي انا عارف اللي انا بعرف اعملها كويس. يا عم تنيجو يا عم ربنا يبارك لك. فتتعرف عليا بالشكل اللي انا مطمن ان هم يتعرفوا عليا باللي انا ممتلكه. التجربه دي كنت ممكن اعملها انا في المسرح جربت حاجات غريبه جدا، حاجات جابت وحاجات ما جابتش، بس في الاول وفي الاخر هي مسرح واللي هيجي يتفرج عليا كام واحد 500 بني ادم يعني تمام. لكن انطلق بقى يجي لي مثلا دور مساحه ولا حتى مش مساحه اي حاجه، اعمل بقى واحد بيمشي بينط وهو بيعمل يعني فاهم، هقعد بقى هبل واعمل اداء مش عارف اعمل ايه، هخسر كتير في رايي يعني.
فواحده واحده يعني هنجرب كتير بس مش دلوقتي يعني. بس طب تعالى نروح ل 15 حلقه. اه قول لي ايه اكتر مسلسل عجبك في النص الاولاني؟ النص اخواتي طبعا، اخواتي. ده تحفه فنيه ده طيب. بجد. خلينا نتكلم واحده واحده. انت عارف ان المسلسل ده متاخد شويه من مسلسل اجنبي او لا. في لاينات شبه مسلسل والله اجنبي؟ قريت بوست على فيسبوك بس لا ما اعرفش. على باد سيسترز، اخوات برضو قتلوا جوز اختهم وبتاع لا ما نفس اللاين بص كده. يعني انا من كتر ما انا منبهر بهذا العمل يعني يعني ما اعرفش بصراحه المعلومه دي صح ولا غلط بجد يعني ما عنديش اي معلومه بس لا انا استمتعت بيه جدا جدا جدا. هو طب بس انت شايف ان في الكتابه طبيعيه ان كل حد عمل جريمه ما تعاقبش؟ انت خدت بالك من ده؟ يعني اللي قتلوا اقول لك ما تعاقبوش. بصراحه انا لو كانوا اتعاقبوا كنت هتضايق، لان ده اللي انا متوقعه. انا المسلسل ده بالنسبه لي انا ليه حبيته، انا عاده انا بقالي كتير قوي وكل ما ادخل فيلم او مسلسل ببقى متوقع كل احداثه. انا ده ما كنتش متوقع، ما يعني انا بالنسبه لي انا انبهرت بكل حاجه. وبعدين هو اول مره شاكر خضير يعمل هذه السكه الشعبي الغريبه، التقطيعات الكتيره بالمش عارف ايه، المزيكا حلوه جدا، الكتابه حلوه، الشخصيات كلهم. انا كند علوش يعني مين يتخيل كند عامله علوش دور جامد جدا. البوستر حلو، البوستر حلو، التتر حلو، التتر بسيط جدا، كل حاجه حلوه. انا المسلسل عجبني، انا متفق معاك جدا. ما عنديش غير مشكله واحده ان هو شبه باد سيسترز قوي. هشوفه النهارده، روح اتفرج عليه. وهكلم مهاب عشان مهاب صاحبي فلو لقيته هقول اقول له مهاب يعني. لا بس مهاب بالنسبه لي يعني نجم رمضان السنه دي يعني. لا هو مبدع، هو ده عامل كذا بجد حاجه والله يعني لو خرجنا ال 30 حلقه بتاعت ايش واتكلمنا على ولاد الشمس او اخواتي، نوعين دراما مختلفتين تماما جدا، بذوقين مختلفين يعني اذواق مختلفه، وبالنسبه لي الاثنين هو كسبان في رمضان. انت لو سالت اي حد هيقول لك يا اخواتي يا اما بالظبط لا تلاقيه مهتم أولاد اكتر الشمس. فنيا قوي وحاجات وبتاع، هتلاقيه حاجه حابب اخواتي اكتر. ولاد الشمس رمضاني قوي يعني، مسلسل رمضاني زي ما الكتاب بيقول يعني. رقم واحد اخواتي في النص الاولاني. بعديه رقم ممكن اتنين. النص مثلا. مسلسل النص. انا مسلسل النص عجبني جدا جدا. عايز اقول لك اول كام حلقه كانت وجهه نظري ان هو محتاج جرعه الكوميديا تزيد، وكان بطيء شويه وكان احداث بطيئه، ولكن لكن انا حبيته كده بعد كده يعني لما كملته. لا حسيت انه تمام، هو مش كوميدي يعني، هو انا مش مطالب ان انا اكهكه فيه. هو مش كوميدي صرف، هو مش كوميدي بالظبط يعني يميل الى اللايت اكتر يعني. بس لا هو واجواءه لطيفه، الزمن القديم اللي ايوه كلنا نفسنا نعيش فيه ده. خلي بالك برضه ده ما قبل ظهور ميشيل ميلاد، هو الراجل ده ميشيل ميلاد ده كارثه لوحده، ده فظيع، ده رهيب والله العظيم. عايز اقول لك وجود ميشيل في المسلسل هو غير الكوميديا، ده حقيقي، غير الكفه. ده حقيقي، لان برضه في ناس هي بتتعامل مسلسل احمد امين ومتباع ان هو كوميدي، بالنسبه لي كمتفرج انا لازم اضحك. فهو فعلا اول 5 حلقات ولا حاجه الكوميديا مش قويه. ميشيل دخل لا مش ممكن. انا عايز اقول لك انا في مشهد اللي هو بياكل فيه الطعميه ويسكر ده، اللي هو بيخش يقول له ايه يا ابو عزيز ايه يا عبده. انا حافظ المشهد ده بيضحك جدا. عايز اقول لك ان ميشيل ممثل شاطر جدا. انا اول مره شفته كان في مسلسل 6 شهور. ايوه فانا كنت متخيل ان هو هيعرف يجسد الستايل ده، بس فاجئت بيه في المسلسل بتاع النص ان هو كمان كوميديان شاطر. اشغال شقه الجزء الاولاني كان عامل مترجم. لا ممثل شاطر ده. لا انا متابعه يعني على التيك توك، كان بيعمل فيديوهات بتاعت الخواجه جامد جدا جدا جدا، ممثل شاطر وجميل وعمل مشهد حتى جد في النص اللي بيحكي فيه على مأساته مع ابوه وراح معيط وبتاع. لا ده استنى عليه سنه واحده. انا متفائل بيه جدا يعني بصراحه. ربنا يكرمه يا حبيبي يا رب يعني. هو شاطر جدا. طب ثالث مسلسل عجبك في النص الاولاني؟ ثالث مسلسل ولاد الشمس. ولاد الشمس مع ان يعني بص عندي معاه مشاكل. يعني انا عندي مشكله واحده، ان هو يبقى 10 حلقات مش 15 حلقه بالنسبه لي يعني في مط بس هو انت برضو عندك حسابات السوق، ما هو انت عايز تبيعه في رمضان عشان يتشاف كويس، فلازم يبقى 15 يا 30. فانا في حاجات برضو ببقى انا عايزر الناس اللي شغاله في الحاجات ان هو عشان يعني فرصه ان مسلسل زي ده يدخل رمضان. بالعكس انا احس ان في مسلسلات لو نزلت بره رمضان فرصتها انها تتشاف احسن. ده حصل في 6 شهور مثلا. بالزبط. 6 شهور اتشاف كويس جدا بره رمضان والناس حبته الحمد لله جدا يعني. بس ما اعرفش يعني انا حسيت اخر 4 حلقات ونص، بما ان الحلقه الاخيره تعتبر نص حلقه يعني، اخر 4 حلقات ونص لا يعني كان ممكن يتلموا في 10 دقايق. انا اقول لك على مشاكلي. بص اولا انا مبسوط جدا من الاداء التمثيلي بتاع طه وبتاع مالك. حلوين قوي واستووا. بص ايوه بقوا نجوم، بقوا ابطال بجد حقيقة ابطال ويشيلوا افلام ومسلسلات مرتاح. بس انا عندي ازمه مع ابتزاز مشاعر المشاهد. قصه ان انت تبني لي رابط مع قطايف وتخليني احبه واشوفه الولد، انا وانا بتفرج عارف ان هو هيموت. عارف خلاص انت حلو. انا كنت اتوقع ان حد هيموت برضه بس يعني مش عارف مين. بس انت جميل كده هيقتلوه.
ومحمود حميده يقتله وبعد كده يعيط ويمثل تمام. تعيدها تاني يعني خلاص لازم دي كانت برضه. غريبه، الاخيره دي كانت غريبه قوي. وبعدين يعني كل حد يموت كل حد يموت 20 دقيقه فلاش باك، نقعد نرجع نشوف كان بيعمل ايه وهو معانا. بس احكي لك على حاجه والله، ده تجربه شخصيه مع يعني ما اقدرش اقيسها على سكيل كبير، بس دي تجربه على سكيل صحابي يعني. انا كل اصحابي اللي ما كانوش شافوا ولاد الشمس رجعوا جابوه شافوه من اوله بعد الفرقعه اللي حصلت بعد موت طه دسوقي. طبعا. فلو بصينا من الجانب الاخر بعيدا عن تعاطفنا احنا، لا هو عمل اللي هو عايزه، مسلسل كسر الدنيا يعني. ما شفتش مسلسل بالفرقعه دي بسبب الحلقه الاخيره. وبعدين هو في جزء كبير قوي من تعالوا الناس بالشخصيه ومن اداء احمد مالك. هو نجح ان هو يبتز عواطف الناس اللي ما جداً. شافتش المسلسل جدا، واللي شاف فمتاثر فعايز يرجع يجيب المسلسل بقى من اول حلقه يفهم احنا ايه. ما هي حته كده فيها ان انا عشان ابقى ماركت في السوق بس حته صايعه نجح، برافو تحترم عليه يعني. طبعاً. انا شايف ان هي مش نقد بصراحه يعني، شايف ان بس يعني تمام زياده يعني مش عارف ممكن واحد بس اللي يموتوا يعني. يعني سيبوا واحد، قطايف وبتاع. سيب التاني عايش يعني. بس طيب انت خلي بالك ما قلتش قلب مفتاحه. قلب مفتاحه شايفه رقم 4. انا بعتبر محسن مخرجي المفضل. ده معلومه يعني ده معلومه. انا الراجل ده اهم مخرج دراما او مسلسلات يعني، انا عاصرته يعني. انا بحب الراجل ده جدا. وقلبي مفتاحه كان يعني لو الحلقه الاخيره كانت ده العكس بقى. بص كنا بنتكلم عن ولاد الشمس، قفلته حلوه. لا مش موضوع القفله، موضوع ان المسلسل ده ممكن تمد 5 حلقات كمان. سبحان الله يعني، ده عكس بالنسبه لي. برضه هناخد نفس الكونسيبت بتاعك سيزون ولازم انزل في رمضان. ما هي نفس الفكره، بس يعني هل بقى يعني مش عارف هل كان ينفع يبقى 30؟ عندي مشاكل 30؟ تانية غير الحلقه الاخيره. ايه بقى؟ عندي مشكله في شخصيه آسر ياسين، ان هو زي حد متعلم كده وجميل وكده. طبعا. تعالى ما عز الدين اتجوزني، حاضر. تعالى طلقني، حاضر. امضي على وصل امانه ب1,000,000 جنيه، حاضر. فجاه يتوحد ويروح لدياب البتاع قدام دياب ويمسك دياب، الراجل اللي فلق عامل الكواليس. ايوه مسكوا خنقوا ورزعوا في الحيطه. وده راجل عامل فيش يعني. هو جايبه لك او حتى اتقال على لسان اشرف عبد البالك ده متربي في الشارع، ده مطلوب في الشارع وهو صغير. يعني ده لو مسكنا احنا الاثنين دخل دلوقتي هيفلقنا يعني. الشخصيات رغم ان آسر ياسين كان ان قوي في الاول كان عاجبني، بس التكوين الدرامي بس تعالى بقى نقول المميزات، تفاصيل الدنيا. وبعدين في حاجه غريبه كويس برضو ان افتكرتها، الشارع بتاع الليبيني ده. انا كنت فاكره مصور في الليبيني بجد من كتر التفاصيل بتاعت. اولا هو الشوارع غير ممهده، هتلاقي فيها بركه ميه في النص، هتلاقي فيه تفاصيل اليوفط اللي هي قديمه شويه. طلع ده مبني، انا لسه عارف المعلومه دي من قريب يعني، مبني في مدينه الانتاج. مبني في مدينه الانتاج. فهو تفاصيل الشخصيات. وده انا يعني كان حد قريت برضو في بوست على فيسبوك، لو انا اشتغلت مع استاذ تامر مره وشفت هو اللي بيعمل ده. فكره ان انت بتبقى ماشي فعلا، شوف ركز في دياب هتلاقي دايما معاه السجاير ومفاتيح العربيه. ايوه الناس ماشيه كده ماسك 20 حاجه مع بعض. ايوه بس في تفاصيل كده صغيره. لا دياب كان جامد قوي، مرعب والله العظيم، مرعب. برافو عليه يعني. وبعيدا عن اللي انت بتقوله في آسر ياسين انا معاك فيه 100%، بس كاداء كان عاجبني بصراحه يعني. التناقض ده حسيته، بس يعني كان بقالي فتره ما شفتش آسر ياسين في التركيبه دي كده. اشرف عبد الباقي، عزب، محمود عزب كان جامد. كان وحشني على فكره، كان بقالي كتير ما شفتوش. انا نفسي يعني لو جت فرصه وقابلت استاذ تامر اشوف هو جابه منين. يعني انت تخيل الشخصيه دي مكتوبه على المنصه، ده مكتوب على الورق، اكيد هيجي في دماغ ناس كتير قوي، مش منهم عزب شو يعني. هو اسمه عزب شو اصلا. هو انا كنت بتفرج له على حفلات زمان بتاعت انا حضرتها بقى. انا حضرتها انا كنت فاكر الحفلات دي كلها. كان جميل. مش ممكن انت كان عزب شو ده مشهور يعني انت قوي. انا فعلا انا ورا الشخصيه هفكر في سامي مغاوري، هفكر في يعني ما في مش هيجي في دماغي بقى. جابه منين فعلا؟ سالت نفس السؤال ده. يعني اتمنى والله، اتمنى لو هو بيشوفنا يجاوبني، او انا لو جت فرصه وقابلته وانا عايز اعرف شافه فين، لان هو كمان حتى شكلا اتغير. عجز. ده دقنه وشعره خف شويه فانت فكرت فيه ازاي تروح له في شخصيه عم نصر دي. بس كاستنج بصراحه 10 على 10 يعني. انكست جدا جدا جدا. طب ايه تاني عجبك في النص الاولاني ولا نكتفي بهذا القدر؟ طب يعني الشرنقه والله ما كملتوش. هو حلو والله جدا، انا وصلت لحد الحلقه ال5 مثلا. بس انا عندي معاه مشكله، التوهان كتير. اولا هو القطات كتير قوي والنقلات كتير. ثانيا هو مسلسل غير رمضاني بالمره. لسه هقول لك حالا، ولسه بالظبط هقول لك كده. هو ده انا هشوفه قريب، بس ما ينفعش ابقى انا ولاد الشمس بالسرعه دي كلها. انا بجري وراه يعني، بنهج وانا بجري واخش هناك انا لسه بفكر واعمل وبتاع. فدي مشكلتي فيه. بس هو حلو يعني، ما اقدرش احكم عليه برضو 100% دلوقتي. يعني اشوفه تاني على رواقه بالظبط. يعني انا فاكره وقفت لحد الحلقه الرابعه او الخامسه حاجه كده يعني، وما كنتش فاهم اي حاجه. طب انت واخد بالك لما جبتش سيره اشغال شقه جدا؟
ده صح، ده انا ممكن نسيته. اه اللي عمل الكوميدي الافضل السنه دي، الكوميديا الصريخه يعني انا لسه ما جناش للنص الثاني، بس هو الافضل نص اول ونص ثاني. ياه. طبعا. لا مش ممكن يعني، مفيش افيه بيجلي. انا شفتش، انا والله العظيم الافيهات كلها جايبه معايا. بس يعني مسفله شويه، مقبحه. انت يمكن عشان مش ممكن. متجوز وما عندكش اطفال، ممكن. بس على فالموضوع فكره انا شفت مصطفى غريب، بحبه جدا جدا. انا فاكر ان هو كتب بوست بيشكر فيه الناس وقال ما تزعلوش. يعني انا بحس ان في انا مش من الناس كمتفرج اللي بقعد احكم قوي على الحاجات وبقف للناس في الشعر. وارد عشان اللي انت بتقوله، عشان انا مش متجوز وما عنديش انا دايما بقى بتفرج لوحدي او مع اصحابي، فبقى واخد راحتي يعني. بس تعالى نقول ان هي اصلا هي ما كانتش يعني ايه، كان افين 3 مثلا بص خلي بالك في حلقه القرش تحديدا. الحمد لله. فممكن افين 3 فلتوا، بس غير كده لا والله بيضحك قوي. محدش يقدر ينكر ان النوع ده من الكوميديا البلس 18 او اللي بترمي طبعا على جميل وليه جمهور. بيضحك. انا بحبه. انا لما شفت مستر اكس الناس دخلت تقول لي انت بتقول لي فيلم حلو، ده فيلم فيه افيهات سافله. أيوة. انا بحب النوع ده، بس ببقى عارف ان انا داخل عارف فاهم قصدك، صح. انما انا قاعد جنب ابني كده والاقي افيه بتاع من اللي اتقالوا دول افيهين أيوة 3 أيوة. انا بضحك والولد مش فاهم. صح. فلا بس يعني تعالى بس ماشي، ده ما تعالى. يقللش من قيمته كمسلسل كوميدي، هو جامد جدا جدا جدا. وبعدين لما بتقعد تفكر فيها كده، هو الجزء الاولاني كان معتمد اكتر على الضيوف. الشغالة. ايوه بالظبط. هنا هو مش عايز يكرر نفسه، فبقت الشغاله هي المدخل لميشن، لمهمه بيروحوا يعملوها. صح. فكانت صايعه جدا. مش كتير واخد باله من القصه دي، خلي بالك. أيوة. ومش كتير اتكلموا عنها. حلوه جدا. وبعدين هي الميشنز يعني احنا بقينا المتحف عايشين والقرش اكتر مع عربي ومع الدكتور بالظبط. في التفاصيل. فلا هم، لا الناس دي تعبت يعني، الناس دي اشتغلت على ورق كويس، الناس دي اجتهدت ان المشهد في ميزه رهيبه اننا مش داخلين في سيرك، فمش لازم المشهد يبقى بيضحك. لا يعني في مشاهد في النص هي رابط درامي، لان احنا بنتفرج على مسلسل مش سكتشات. ودي مشكله مسلسلات كتير، فاهم ان انا لازم انا قلت في مسلسل هغير الموضوع ثانيه ان في العتاوله هو مجموعه سكتشات هزليه. للأسف. انا متضايق للأسف. جدا وزعلان هي على كده بالظبط. السقا وزعلان على طارق لطفي الوحيد اللي رغم ان هو مسلسل هزلي هو باسم السمرة. طبعا. انا مش عارف هو ازاي عاملها يعني. لا عشان انت حابب الكاركتر بس يعني رهيب. هو رهيب. تعبه انما مهما المسلسل عمل. كله لا يليق ابدا بالنجوم. هي بقى اشغال الأسامي شقه دي. ما وقعش بقى في الحفره دي. لا هو ابن الذين هو عادي هتلاقي في هتلاقي في مشهد ميزان. عادي بالظبط، مشهد 2 بيتكلموا عادي، مش لازم نبقى بنهبل يعني، مش لازم نرمي افيهات، انا بنتكلم عادي. وهشام ماجد يعني تحيه كبيره جدا جدا يعني، الراجل ده جميل وفي ميزه ان هو بيشتغل كتير حاجات حلوه. اصل دايما اللي بيشتغلوا حاجات حلوه تلاقيه بيعمل عمل كل 6 سنين، فاهم؟ هو بيشتغل كتير والحاجات كلها حلوه. ما كانش كده بقاله فتره كده. ايوه اخر كام سنه. ويعني هو يستاهل بصراحه. صح. انا نسيت اشغال شقه. لا ممكن نحطه تاني مكرر ولا حاجه مثلا يعني. تاني مكرر ولا اول؟ انت قلت احسن مسلسل. لا نحطه تاني مكرر. تاني مكرر. نسيب اخواتي لوحده عشان انا مبهور بالمسلسل. انت مبهور باخواتي جدا، بحبه قوي. وكندا طبعا. كلهم والله، بس هي كندا عشان مفاجاه. انت عشان فرحات، خلي بالك انت خالص. والله مش فرحات بس، كلهم جامدين، بس كندا مفاجاه اكتر، مش بتاعها خالص. شفت اللي بترزع الباب وفرحان واللجن الضيق. مش مستحيل يعني تبقى كندا علوش. وعلى فكره روبي عامله برضو كاركتر. كل الاربعه نيلي يعني كريم اخواتها وجيهان الشماشيرجي. جيهان عسل. اخر حلقه عملت مشهد. لا انا المسلسل ده انا اعتمدته خلاص. انا اعتمدته من افضل المسلسلات عموما يعني. تعالى نروح للنص الثاني. ماشي. قول لي. احنا طبعا ما خلصناش كله مش هنقدر نحكم حكم نهائي، ده حكم مبدئي. بس خلاص يعني في حاجات ناقص فيها 2 3 يعني نقدر يعني ايه نقول. اكتر حاجه شدك؟ انا متخيل الاجابه بس عايز اسمع. لام شمسيه طبعا. كريم الشناوي مرعب يعني هو بنتكلم بقى في قلبي مفتاحه على التفاصيل، ده هنا ابو التفاصيل ده. بعدين هو بيتكلم في قضيه مش شائكه، هو مخلي باله قوي. هو يعني الموضوع مش جاي صدفه، هو مخلي باله من كل حاجه ان احنا ما نسرحش، ما يبقاش فيه زرايا على حاجه كده، ما يبقاش فيه حاجه اوفر قوي. مسلسل صعب جدا جدا. انا ما اعرفش يعني ده كتب منه كام درافت ده، بس انا متخيل ده كتابته صعبه جدا طبعا. اخراجيا انا متخيل ده لا ده مش بيخشوا يصوروا وخلاص يعني ده لا ده في تفاصيل كتير معموله في حاجات. كأداء تمثيلي طبعا يعني تعالى نقول كلهم هايلين، بس الطفل الصغير ده رهيب. يا خرابي مش عارف جابوه منين. مش عارف. هو طلع في الكبير، كان عامل الكبير وهو طفل. هو كان مركب له الشنب لما كان متعلق. بس تخيل بقى اللي بقول لك ان اللي كان مرشح للدور ده اللي بطوله المسلسل ده منى زكي. ده حقيقي. مع احترامي الكامل لامينه خليل. أيوة. انا بحبها وما عنديش معاها اي مشاكل. وانا شايف انها شاطره لان لما اتفرجت عليها في شقه فاجئتني جدا. بس انا متخيل ان لو منى زكي المسلسل ده كان هيبقى يعني
بص انا اكتر. من كتر ما انا شايفه حلو مش عارف تشوف حد تاني. مش انا شايفه مثالي جدا. اصل مش انت راجل بتعمل برنامج اسمه كاستنج وبتشيل النجوم وتحط نجوم. مش انا شايفه صح كده انت جدا. شايفه بعدين محمد شاهين لحد تقريبا الحلقه التاسعه باين ولا حاجه اول مره يصرح ان هو شرير. اول مره. يعني هو بيتعامل عادي، انت بتشوفه طيب مع بنته جدا وبتشوفه مع اول مره تلاقيه بيقول بقى حاجات شريره جدا، ان هو بنتك هتكرهك، هتترمي في مش عارف في ايه وبتاع. ليه مشهدين انا مش هنساهم. المشهد وهو بيقرا البوست ومامته بتكلمه في هو التليفون، بيبدا يرتبك. ايوه هو ماسكت فيس. ايوه بس بالظبط. في نظره شر. اول لقطه كده بعد البوست جت على عينيه، انا اتخضيت. ايه يا عم شاهين في ايه؟ مرعب قوي فعلا. مالك؟ انا مش انا عايزك هلاس زي وش في وش كده وانت ايوه بالظبط. بتشقق وانت اسماء جلال. ايوه بالظبط. المشهد التاني بقى لما اتكلم مع يسرا اللوزي بصراحه، قال لها خلي بنتك تكرهك، ايوه هو ده. وراح بص عليها وهي منتحره. يا نهار ابيض. ايوه هو صعبت عليه، بس هو شخصيه شريره فخد القرار الشرير في اللحظه دي. هو وده الصح، وده اللي عامله دياب في قلبي، ده اللي عامله اي حد يعني بالعقل كده. احنا زهقنا خلاص من الشرير ابو تبريق. ايوه احنا كلنا حبينا عادل ادهم، بس لو فضل عادل ادهم مدى حياته بيعمل الشرير بنفس الحاجه هنزهق يعني. ما غير، ما عنديش مشكله. فلا محمد شاهين يا نهار ازرق مرعب جدا يعني. واحمد السعداني عامل كام مشهد برضو. مشهد اللي هو فكره من اكتر الناس اللي انا بحبها وشايف ان هو مش واخد فرصه. انا كنت متخيل ان هشوف افضل اداء لاحمد السعداني في بطلوع الروح مثلا. انا شايف ده كان افضل اداء شفته لاحمد السعداني او افضل نسخه ليه يعني. لا هنا جامد قوي، متالق قوي 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 يعني. خلي بالك برضو قصه ان هو الاب اللي واثق في صديقه اللي مش متخيل. ايوه بالظبط. انا مصدقه. انا مصدقه كميه الصراعات اللي عنده جوه، يصدق مراته ولا يصدق صاحبه ولا ده ابنه، وان ابنه في حاجه ما بينه وما بين ابنه التاني اللي هو الاتنين ولاده. واول ما بيعرف يعني هو عامل مشهد ما فيهوش ولا كلمه، ودي حلاوه ان هو ما اتكلمش، اللي بيفضل يخبط بتاعه وبعد كده بيعيط ده. لا حاجه شاطر جدا، جامد جدا. اقول لك بقى على لام شمسيه اكتر الحاجات اللي عجباني فيها. اولا عاجبني جدا في الاخراج مشاهد الاحلام اللي بتحلمها نيلي. ايوه كابوس فعلا. يا نهار ابيض كابوس بجد. انا بتخض، انا قلبي بيتقبض فعلا بتبقى ايوه وهي بتوصل لي الاحساس برياكشناتها ومشاعرها والاضاءه والتصوير. كريم الشيخ عملها حلو قوي. صح انا مبسوط بيها. صح. تاني حاجه انت قلتها موضوع الكتابه، فعلا عمل زي ده هو مرهق جدا. ولو خدت بالك هو مركز قوي ان في تشابك ما بين الاسره، ان ايوه الناس كلها قريبه، صح، مفيش حد بعيد. صح عيلتين اصحاب فعلا يعني، العيلتين يعرفوا بعض فعلا. التفاصيل دي عشان تعملها. في البنت اللي هي ياسمين العبد، بنت محمد شاهين، شاطره قوي. دي اكتشاف. انا اكتشفتها في موضوع عائلي، انا ما كنتش اعرفها. انا في موضوع عائلي وفي المسلسل بتاع ساعته وتاريخه ما شفتوش، بس عامله كام حلقه كده. بس برضو هايله. هو بص لام شمسيه هو احسن لو هيتقيم كله 10 هو مسلسل توعوي اكتر ما هو مسلسل. هو الحلو هو توعوي ومش معمول، هو توعوي جوه دراما، مش طالع بيكلمك. ايوه بالظبط. هو توعوي درامي بذكاء وباحترافيه عاليه قوي. بالظبط. خلي بالك الدكتور النفساني علي قاسم ان قوي جدا. انا بس كان عندي برضو معاه مشكله. انت دكتور نفساني وقلتها اول حلقه وانت قاعد مع الولد لابس تيشيرت اسود، فانا اتقفلت، انا اتخضيت. فانا حتى بتكلم مع مراتي قلت لها لازم يكون لابس حاجه مبهجه اكتر. اللقطه اللي بعدها او السيشن اللي بعدها مع الولد لقيته لابس قميص ابيض وعليه حاجه سوداء مفتوحه. بس الابيض اكتر. فهو واخد باله. انت لو خدت بالك كمان في تفاصيل الشقه نفسها اللي هم عايشين فيها، في اوقات كتير قوي مضلمه. صح. واوقات تاني بعد ما السر بيتعرف الشقه بتنور. صح. انا بقول لك هو مش بيخش يصوروا وخلاص، هو مخرج يعني مسرح. ايوه بالظبط. هو مذاكر الحاجات جدا يعني. هو عارف هيصور. برافو لصناع العمل كلهم يعني. خلاص احنا نركن لام شمسيه على جنب. طبعا. ايه تاني بقى عاجبك؟ يعني منتهى الصلاحيه، ومش عشان فيه والله. منتهى الصلاحيه هايل برضه. هو بيناقش قضيه صعبه جدا وفكره لما بيعمل كده مع الشخصيات، هو جايب لك شخصيه من الشرق وشخصيه من الغرب، تداخل ما بين وفي لحظه معينه بيروح عامل كده. لا جامده جدا. التداخل الدرامي بين الشخصيات ده معمول باحترافيه حلوه. طبعا انا بس عايز لو هتكلم على التمثيل، انا عايز اتكلم على 2، حسن مالك ومحمد عبده وكابتن سمير. ايه ده يا مش حل. مش ممكن لا مشاهده كلها ممتعه يعني. مشاهده كلها تعيدها مرتين. هو كان ممثل ممتع يعني طبعا. انا لما اتفرجت عليه في كذا حاجه اتخضيت. هو موجود في الشرنقه. بالظبط. اداء مختلف، شخصيه مختلفه، فيلم بقى وبتاع، وفيلم بشكل مختلف. وبيعرف ياخد باله من التفاصيل. هو هنا لابس لبس غير هنا لابس لبس. واللبانه جامده قوي. الكوتشي الازرق مع الترنج الازرق بالظبط. لا رهيب. وبيشيش وبيشرب سجاير وكل حاجه صح جدا. واحمد مالك، حسن مالك انا اتفاجئت بيه.
وانا كنت شفته قبل كده. انا انا عارف الحاجات، هو الحاجات اللي طلع فيها، بس انا ما اتفرجتش عليها. لا انا بس شفته قبل كده، بس اداؤه هنا لا، الولد اتشطر قوي. هو في مشهد اللي كان ياسمين رئيس بتدخل بتقول له انت بتلعب قمار وبتاع، قال لها انت جاي تحكميني. انا المشهد ده حلو ده قوي. حلو قوي، وعمله من تحت، وعمله فعلا واحد، وبعدين دموعه نزلت فعلى طول راح مسح دموعه عشان اخته هو الراجل وهو اللي شايل بالظبط. البيت. لا بس مشهد جميل يعني. انا عندي مشكله مع المسلسل. ايه بقى؟ اداء محمد فراج مش ده محمد فراج اللي انا متعود عليه. محمد فراج دايما متفرد ان هو بيعمل ادوار صعبه. سوني طبعا، ولعبه نيوتن وفي لعبه نيوتن الشيخ كان اسمه مؤنس تقريبا. ايوه الشيخ مؤنس اهو ده اللي صار بحر. ايوه دايما اداءاته متفرده. دايما لما بقول مين ممكن يلعب الدور ده مكان فراج، لما بلعب اللعبه بتاعتك بتاعت الكاستنج وما بلاقيش حد، صح، بعطل. انا هنا شايف ان انت لو شلت فراج وجبت اي حد تاني المسلسل يمشي عادي جدا، ودي ازمه عندي. انا ما بحبش ان فراج. ممكن مش ما فكرتش فيها كده، بس يمكن عشان الموضوع اقوى من البطل مثلا، او ان البطل هنا هم المجموعه، مش عارف. انا حاسس يعني ان البطل هنا القصه. انا ده اللي اقصده. يعني الموضوع نفسه شايل فكره ان هو بطوله محمد فراج، هو بطوله الفكره نفسها. ممكن خلي بالك هي فكره كارثه. انت لو مشيت في الشارع وكلمت اي ولد صغير، انا على فكره كنت بسال اهو، بسال الاستاذ داوود، كنت بقول له هو معقوله مصر كلها بتلعب البتاع دي؟ قال لي احنا عندنا على القهوه بيفضلوا قاعدين ماسكين. انا ما اعرفش. انا مره كنت بحلق ولقيت لك واحد ورايا مش هتهم يا عم في خسر انا وقفت على قفايا محل. قال لي يا أيوة. عم انا خسرت مش عارف 5000 جنيه وانا بلعب التفاحه. ايوه مصيبه سوداء. انا كنت متخيل كده. بدات اسمع. ايوه. فاكتشفت ان الموضوع متفشي في المنطقه كلها. ايوه صح. الناس كلها هي قضيه. انا متفق جدا. هي واضح ان انا ما كنتش اعرف، بس يعني واضح من كلام الناس ان الموضوع منتشر. انت لو عايش في حته عشوائيه زي حالاتنا كده لا يا عم تمام. على الله. انت باين سور وجدار بينك وبين جمهورك يا فنان. لا والله في المعادي عادي يعني. في الشقه عادي. لسه ما دخلناش الكومباوند. لسه ما دخلتش الكومباوند. لا الموضوع متفشي جدا، بالذات هي بتلعب على الناس اللي فعلا معاش فلوس. واحد بيحط مثلا 50 جنيه ممكن تجي له 1000 جنيه، وفي ناس حصل معاها كده. ده حصل. انا شفت ناس بتطير من الفرحه والناس ماشيه في الشارع بتزغرط. شفت حاجات غريبه. كان في حلقه اللي هي بتاعت البرتغال وجورجيا لما راهنوا على جورجيا، وانا بتفرج على الحلقه رحت عامل سيرش اكتشفت ان جورجيا كسبت 2-0. ايوه فاكر. فرحت جدا قلت ايه ده، يبقى الفلوس هترجع وبتاع. هو فعلا الموضوع محمس بصراحه قوي. هو الموضوع رهيب. فكر اجرب كده. لا يا عم ربنا يبعد. لا هي قضيه كبيره قوي. يعني. بس انا كان نفسي محمد فراج يعمل حاجه احسن. ممكن بس يعني بالنسبه لي يظل مسلسل هو رقم 2 يعني. هو احسن من ظلم المصطبه يعني. تعال نقول يعني ظلم المصطبه يجي رقم 3. بس بالنسبه لي كقصه منتهى الصلاحيه شددني اكتر، سحبني ليه اكتر. ظلم المصطبه لحد الحلقه الرابعه انا كنت تمام. اول ما سافروا الصعيد المنيا وبتاع ريحت انا شويه. هديت معه شويه. قد يكون لان انا عايز اشوف فتحي عبد الوهاب، فانا مش يعني فاهم. متحمس اكتر. هاتوا الشرير ده لان فتحي عبد الوهاب رهيب مرعب جدا. انا خايف قوي. هو مرعب فعلا. لا وهو لما يجز كده وبتاع ويتكلم وبتاع، وهو بيتخذ القرارات وما بيهددش. يعني هي صحيت لقيت موبايلها مش معاها، الموضوع انتهى. هو بيعمل الشغل النهارده. هو مش هيقعد ولا مش هنعمل بقى مشهد. طب بكره ما فيش. لا مفيش بكره. يزون انتهى الهدوء. لا مفيش موبايلات ومفيش مفاتيح معايا. مرعب قوي يعني. لا رهيب. رهيب. مش معاها هي بس، مع اخوه يعني. ومع اخوه صح. عايز تفك شراكه براحتك. وتحيه كبيره لاحمد عزمي. كامباك. انا مستلطف رهيب والله رهيب. خلي بالك انا لما شفت الاعلان تخيلت ان هيبقى بقى صراع بين الدين والمال. ناس كتير لا هو انسان طبيعي جدا بيتخذ قرارات صح وقرارات غلط، يعني بني ادم دور حلو قوي. انا مبسوط منه طبعا. بس انا مش فاهم يعني ايه ظلم المصطبه. انت فاهم يعني ايه ظلم المصطبه؟ يعني هي اعتقد والله اعلم، عشان لو حد من الاساتذه صناع العمل بيتفرج يصلح المعلومه. هي في مثل اللي هي ظلم المصطبه ولا عدل المحكمه، او عدل المحكمه ولا ظلم المصطبه، حاجه كده. بص هو الاسم وحش يعني. اسم غريب قوي. لا بجد. بص المسلسل ده فيه تفاصيل كتير قوي حلوه، والبوستر مش احسن حاجه، بس التتر حلو قوي. بمناسبه التتر جميل والاغنيه لطيفه. تتر اغنيه جميله قوي والجرافيكس اللي معموله حلوه. وبمناسبه منتهى الصلاحيه الجرافيكس اللي معموله في التتر جميله. حلوه قوي. وبرده في اغنيه في منتهى الصلاحيه برده عجباني اللي في الاخر. لطيفه. حلو. بتضحك لي تقريبا. بالظبط. طب انت ما جبتش سيره مسلسلات كتير واخد بالك؟ في ناس هتزعل منك.
ما هو مش هنقول بقى مش عارف. يعني هم دول اللي ما عاجبيني. انا هزنقك. لا هم دول اللي طب حلوين. والغاوي عامل ايه؟ كويس. انت عامل ايه؟ استاذ غاوي ولا؟ الحمد لله الغاوي بخير. الغاوي بص، احمد مكي ده انا بحبه قوي، بس كلنا بنحبه. تعالى نختصر ونقول ان الغاوي كان يطلع احسن من كده في سطر. كان يطلع يعني احسن من كده لو ايه اللي حصل؟ ما انت لما بتشوف حاجه بتبقى انت بالنسبه لك مش احسن حاجه، ما بتبقاش عارف كواليسها. يعني هل ايه مثلا، هل مثلا الورق ما كانش احسن حاجه، هل التمثيل ما كانش احسن حاجه، هل الاخراج ما كانش احسن حاجه، هل كان ما اعرفش. بس انا وانا بتفرج انا لسه متابعه لحد هذه اللحظه وهكمله. انا متابعه برضه. يعني طول الوقت انا مش طب انا هرفع عنك الحرج وهتكلم انا في الغاوي يا شوية. ريت. هتكلم انا. اولا لو ركزت كده معايا الحلقه من 20 ل 25 دقيقه مبدئيا، الغي التتر والغي البري انترو اللي بيعملوه الصغير ده. انت في 20 25 دقيقه. ثانيا احنا وقعنا في نفس الفخ بتاع كل المسلسلات، في حد بيموت وفي طفل بيموت. في اول حلقه انت فاكر كزبره بيموت وبعد كده في طفل بيموت، والطفل. فنفس الفكره بتاعت ان انت بتبتز مشاعري كمشاهد. ثانيا انت ما عملتش حاجه جديده، قصه انتقام. انت الشاب الجدع ما بتطجنش وما بتعوجش بقك والكلام ده كله، بس انت لسه بتنطق. صح، هو الاداء مش كليشيه بس الحدوته كليشيه. يعني احنا خرجنا بره القالب بتاع ان انت بتزعق، بس احنا لسه جوه القالب ماشيين في ان انت برضو عضل ينتقم. صح. فانا عندي مشكله اكبر ان احمد مكي في اوقات كتير انا ما بقاش قادر افهم. هو عنده بحه في صوته انا بحبها، ما عنديش معاه مشكله، بس ساعات ما بقاش سامعه. لازم بقى الراجل اللي قاعد في الساوند في اللوكيشن يقول يا جماعه انا مش سامع. ما هو اكيد الصوت انا مش عارف انت بتسمع كويس ولا لا، بس دي مشكله عندي. في بقى مشكله اكبر معايا برضو، احنا عارفين كلنا ان احمد مكي بيحب الحمام، والموضوع اتهرس في 20 لقاء. طبعا. خلاص بقى مش كل حلقه لازم تجيب لي قصه مع الحمام، مش لا يعني. صح في ربط ما هي كده ما هو مش ده، ما هي دي عاجبني. الفكره، ما هي دي الحلقه اصلا 20 دقيقه، بس خلي بالك 10 برضو دقايق منهم بتلعب أيوة. مع الحمام. بس خلي بالك برضو في جزء ان انت عشان ده احمد مكي فانت دايما توقعاتك. يعني انا في النص الاول لما كان اي حد بيسالني بيقول لي مستني ايه في النص الثاني، يبقى الغاوي طبعا. يعني ده 100%. انا عامل حلقه اسمها الحصان الاسود، حاطط احمد مكي في المقدمه. وانا على فكره انا كنت عامل برضو فيديو عندي نزلته، فكره ايه الحاجات اللي انا مستنيها. الغاوي رقم واحد طبيعي. يعني. مكي مش هيرجع كده، خرج بره بيت الكبير. فهو برضو حلو. ممكن التوقعات بقى العاليه دي احنا كنا متخيلين حاجه بقى. عائشه يعني بن احمد لا مش احسن حاجه. لا ليها ادوار تانية انا جدا على فكره كلهم مفيش حد فين الدور؟ ليه عائشه بن احمد تلعب الكاركتر ايه فين بس في حسنه كبيره قوي في المسلسل ده، التتر رهيب في كل حاجه. التتر حلو، فيجوال واغنيه يعني. رغم ان التتر حلو انا عندي معاه مشكله صغيره قوي في حته كده، بيجي بيمسح بيها الاسماء، جرافيكس كده معموله، بتوع جرافيكس المونتاج ياخدوا بالهم منها اكتر، مش عجباني. كان ممكن تتعمل احسن من كده، بس تعدي مع حلاوه التتر تعدي. لا ما خدتش بالي بصراحه، بس اتفرج يعني عليه تاني، ركز كده تلاقي في شادو ابيض بيعدي بس بيمسح. لا التتر جميل، من الحاجات الجميله. الصوت حلو، الراجل اللي بيقول التواشيح ده جميل قوي جدا. طب ايه تاني بقى في النص التاني؟ احنا قلنا ايه في لحد كده يعني؟ خلاص كفايه كده. مش فاكر حاجه. بتشوف نص الشعب اسمه محمد ولا بتشوفوش؟ لا ما شفتوش، بس سامع كلام كويس عليه. انا شفت 3 حلقات ومش يعني وقفت شويه، هديت مش عارف ليه. طب يعني عايشه الدور؟ بص عايش الدور اول حلقتين ما كانوش شدني بصراحه خالص، بس بعد كده بدا يظبط. بس تعال نتكلم بصراحه ومش بتارجتنا احنا يعني. الاطفال اتفق معاك جدا. الاطفال بيعشقوا المسلسل. انا اولادي بيستنوني عشان بابا عايزين نتفرج على عايشه الدور. على فكره بتفرج عليه، انا مش معنى كده انا بقول مسلسل وحش، لا خالص بالعكس. بص انا بحب دنيا سمير غانم جدا وشايف انها الموهبه الاعظم على الاطلاق الحريمي يعني. ايوه انا في خناقه في الكومنتات على اليوتيوب بسبب دنيا سمير غانم مع واحده كده، مش عارف هي في مشاكل ورث ولا ايه اللي حصل، بس بتكرهها. انا قلت لها انا شايف انها من اكتر البنات الموهبه عندنا في مصر. طبعا ده 100% والله. بس المسلسل ده هي طبعا عوده بعد توقف كبير قوي، ممكن يكون في سوء توفيق في الاختيار. هو لا ليه بقى؟ انا مش شايف بصراحه في سوء توفيق. قوي. انا شايف ان دي نوعيه. هي كانت عامله السنه اللي فاتت برضو حاجه، ما هي دي المشكله بقى، ان هي اتكررت ماشي، بس يعني السنه اللي فاتت او اللي قبلها مش فاكر. بس تعالى نقول ان دي نوعيه هي شاطره فيها، ممكن بقى نلوم ان هي ما غيرتش، بس هو لا ليه جمهوره، وبجد الاطفال بيعشقوا المسلسل. انا يعني ابني وبنتي بيستنوه. ايوه طبعا. لا هو وجودر، خلي بالك ما كلامش عن جودر. الجزء الثاني ما شفتوش، بس انا من الاول كنت ناوي جودر لا هاخره شويه يعني. هو مسلسل مختلف ومتميز وانا بحب النوعيه دي اصلا. هستنى اشوفه بعد رمضان يعني. طب بص خلينا نقفل صفحه رمضان. ودلوقتي احنا عاملين جايزه اوسكار، حضرتك رئيس مهرجان الاوسكار الحمد لله الرمضاني. وهتوزع الجوائز ونتكلم كده ايه
انت شايف مين احسن كوميديان في رمضان؟ مصطفى غريب طبعا. طب انت جاوبت، لا بديك اختيارات. طيب مصطفى غريب في حته سيبنا ثانيه. اديك اختيارات. ماشي قول. انا عارف هتقول مين بس وكلهم جامدين، بس انا هختار مصطفى غريب في الاخر. بس ولا حاتم صلاح؟ حاتم جامد جدا، بس لو بنتكلم كوميديان مصطفى غريب ما تفهمش كان في ايه السنه دي اللي حاصل. عربي ده جامد قوي يا هو موفق جدا. اصل انا ما هو بجد ما فيش افيه قاله قلش خالص، يعني ما فيش حد كده. هو خلاص ربنا كرمه في اشغال شقه سواء الجزء الاول او الثاني. لا شخصيه فرحات دي كانت صعبه. بص انا ممكن ادي حاتم صلاح اوسكار احسن ممثل. احسن ممثل مش احسن لان كوميديان. هو عامل كان في مشهد اللي هو بيروح فيه جروبي وبيدمع ده وبيقول له هات لي القهوه بتاعتي يا ابني. مشهد حلو جدا، غير بقى ان هو طبعا اكيد ضحكنا في كذا مشهد ضحكوني جدا. بس مصطفى غريب فرسير، فاهم ان هو تك 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 كتير قوي ورا بعض وكلهم حلوين. بص ما فيش خلاف على موهبه مصطفى غريب، بس مصطفى غريب انت حاطه في التراك الصح وسايبه يجري، فما فيش حاجه تكعبله. بس لو هو مش شاطر هيعطل. هو شاطر، هو شاطر وعنده القبول. نفس الكلام عند حاتم لو جداً. مش حاتم محدش هيضحكنا في الدور ده. جزء كبير قوي من حب الناس للمسلسل اللي هو عادل صلاح. فاكر المشهد لما الراجل مات ودخل قال لها ده معلق كهانه؟ ايوه ده تايسون لما ايوه. ومشهد التحاليل لا في مشاكل كتير قوي معلمه معايا جدا. لا وجامد مسلسل حلو قوي، وهو عامل فيه شغل حلو قوي. بس هو مش مسلسل كوميدي يعني. هو مش مسلسل كوميدي، بس هو مدي طابع كوميدي كده طبعا، مش شايله لوحده. خلي بالك في مشهد لما لقيته فجاه قلب ترابي انا ضحكت. انا ما كنتش فاهم فيه. انا كنتش فاهم برضه. ضحكت في الاول. انت في اي سبب. خلاص انت مدي مصطفى غريب. ايوه هياخد اوسكار احسن ممثل كوميدي. طيب احسن فيلن، احسن شخصيه شريره. صعبه قوي السنه دي، في ناس جامده. انت بص تعالى نعد. عندنا محمود حميده، ماشي، دياب، حلو، محمد شاهين، برافو عليك، فتحي عبد الوهاب. حلو، صح كده. يا بناء على رايي بص هم الاربعه كل واحد سكه شر مختلفه وكلهم حلوين، بس انا اكتر واحد بخاف منه فتحي عبد الوهاب. مرعب قوي يعني. وبالنسبه لشاهين ما شاهين اطفال بقى ماليش دعوه. هيطلع هو حاطط الكاميرا البنت وده عالم بس. ايوه صح، ده ساب مراته متشرحه وما رماش الراجل. شاهين انا بقول لك كل واحد شر بشكل مختلف. شاهين الموضوع النفسي مرعب. لا يعني الاربعه جامدين، الاربعه ودياب يعني نختار فتحي عبد الوهاب بما انه هو اللي انا شايفه المرعب الاكتر، بس مش معنى كده ان الثلاثه اقل منه يعني. انا هختلف معاك، انا هختار شاهين لان انا شاهين جامد برضو بصراحه عشان عندي اطفال، فالقصه دي طبعا لا هو فيلم رعب طبعا. يعني انت لو قابلت شخصيه زي فتحي عبد الوهاب في الحقيقه هعرف اتعامل معاه، لان ده شرير واضح، دياب شرير واضح. انا شايفه. ايوه شاهين انت انا شايف الشر. اول حلقتين ما حدش عارف، ما حدش عارف، الناس بتتعاطف معاه شخصيه وسام دي انا جيت في فتره انا بتفرج شكيت، قلت هو ممكن يكون نيلي بتاعي. وانا طبعا فاهم. هو قدر يوصل لي ده، فده شرير مستتر انا اترعب منه. صح ده حقيقي. انا هيبقى عندي عدو واضح يعني وصريح احسن ما شرير. تعالى عشان نبقى راضينا الاثنين، انت قول محمد شيرين وانا فتحي عبد الوهاب، بس الاثنين جامدين. وسام رهيب وشيخ حماده برضو. ايوه شيخ حماده. بس انا هنستنى راي الجمهور وانتوا قولوا لنا مين اكتر انتوا شايفينه شرير اكتر معانا في رمضان. ماشي. طيب احسن مسلسل لام شمسيه، كان نفسي اقول لاخواتي بس لام شمسيه مرعب. اتفق معاك جدا. لام شمسيه ثانيه خالص. طيب احسن تتر الغاوي وظلم المصطبه مع بعض. الغاوي وظلم المصطبه الاغنيتين حلوين قوي. احسن اول حلقه في رمضان ايه؟ اكتر حلقه اول ما شفتها شديك كده؟ ظلم المصطبه رهيبه. الشوت بتاعه وهو داخل يقف جنبه في الجامع ايوه. لا احلى اول مشهد. فظيع. خلي بالك لام شمسيه لو تفتكر اول حلقه بتشد في اخر مشهد لما حصل خناقه. بالظبط، حصل لحظه صمت كده بالظبط، ما بشوفهاش في الدراما كتير. ايوه ايديت المشهد تقل. لكن لو اول حلقه ما فتحت اول شوت هو داخل انت مش فاهم مين دول ولا فاهم حاجه، النظره الاثنين لبعض وهم بيبصوا لبعض. لا هايله يعني. يبقى اول حلقه احسن اول حلقه هي ظلم المصطبه في رايي يعني. طيب مين احسن ممثل في رمضان؟ يا خرابي سؤال صعب ده كتير قوي. لا انا عايز واحد. عايز واحد. ده يعني انا ممكن اقول احمد السعداني مثلا. ممكن اقول احمد السعداني يعني كان مبهر وشخصيه فعلا صعبه يعني تبدو صعبه. بعدين مشاهد تقيله يعني. انا كان في دماغي احمد السعداني او احمد مالك. انا كنت اقول لك احمد مالك. بس طه دسوقي كان شاطر برضه كلهم. لا انا بقى يعني متفقين ان المسلسلات اللي مفرقعه كل اللي فيها جامدين، بس يعني ممكن اقول السعداني بما انه اقدم يعني. بس مالك كان جامد برضه. انا هديها لفتحي عبد الوهاب. ماشي عشان ما اديتوش في احسن تزكي برضه. انا هدي دي لشاهين.
انت بتغير الاجابه، انت بتغش بقى. لا كل يعني المفاضله صعبه اصلهم جامدين قوي، بس يعني تعالى نقول احمد السعداني يعني. خلاص انا قلت، انا خلاص اجابتي. ماشي. طب انت شايف مين احسن ممثله؟ جيهان الشماشرجي احسن ممثله. انا شايف بصراحه كندا احسن ممثله السنه دي. فكرت فيها بس يعني موضوع صعب، بس انا بكراش على جيهان الشماشرجي، يا رب مراتي ما تشوف الحلقه. الاربعه جامدين جدا يعني، الاربعه بيمثلوا حلو قوي، بس يعني جيهان الشماشرجي عملت كده كام مشهد لمسني جدا جدا يعني. كندا في شكل مختلف، وكندا بشكل مختلف، وجايه برضو من موضوع صعب وتجربه ينفع ندي قاسية. الاثنين جايزتين؟ معلش الاوسكار ما فيهاش مجاملات. يبقى جيهان الشماشرجي. ده برنامجي بقى وانا هدي. لا خلاص براحتك. لا يا باشا، تريد اللي لا خلاص جيهان الشماشرجي احسن ممثله السنه دي. معلش يا كندا بقى هو بس. ايوه. طب مين احسن ممثل صاعد من الشباب الصغير اللي طالع، اللي انت شايف ان هو لازم شباب صغير ولا وجه جديد؟ لا ممكن وجه جديد. انا مين ابو الدهب اللي عامل اهو حبيبي. اتفق معاك جدا. جامد قوي. عابد. عبيد. ايوه جامد رهيب. قوي جامد قوي رهيب. لا شاطر قوي. عنده قبول والشخصيه مكتوبه حلو على فكره. نفس شخصيه محمود حميده فيها تفاصيل حلوه، المنديل والتفاحه، وبيسمع مصطفى رزق، يعني بيخطف واحده ويسمعها مصطفى رزق. فاهم؟ حلوه جدا. ايوه انا عايز انا نفسي اخرج بره الفيلن يعني. عبيد ده ما هو ده يعتبر يعني المفروض فيلن، يعني المفروض شرير بياخد قرارات شريره يعني. بس هو بس شرير غبي. ايوه بالظبط، شره حلو قوي. عارف انت بقول لك هو نفسه يعني دماغه مسوحاه. هو كده. انا ده فاجئني قوي بصراحه. انا فاجئني لسببين. احنا متعودين ما بنشوفش حد قصير شويه في ايوه بالظبط. مؤخرا اخر حاجه شفناها كان جيم اوف ثرونز. شفنا بالظبط. ما شفناش ده خالص في مصر. فاجئت بقى. ودور على الورق هو دور طبيعي هو يعني. دور محوري مش بس طبيعي، ودور عادي. انا مش مطلعه عشان يقعد يعيط الناس بتنمر عليا او لا خالص بالعكس. دور بيغير يعني. وهو انت الشخصيه دي الاحداث هتتغير. ايوه بالظبط ما كانش دور مهم هيموت، ما كانش حاجات كتير. بالظبط. لا ممثل شاطر. ولو يعني لو احط بس ممثل كوميدي صاعد هيبقى ميشيل ميلاد، عشان نبقى قلنا هنا وهنا. ماشي. ميشيل كوميدي صعد عشان انت عشان بس برضو ميشيل مهم اللي انا اقوله بجد يعني. ده بقى وجه جديد جامد جدا يعني. رهيب. رهيب. ده عامل كام مشهد جامدين قوي جدا. فهما الاثنين دول. طيب مين احسن مؤلف في رمضان؟ الورشه بتاعت مريم نعوم لام شمسيه. ده صعب قوي والله العظيم صعب. انت ايوه بتناقش موضوع صعب، ومطلوب منك انك تحسس فيه جدا، انك تخلي بالك من كل تفصيله ومن كل جمله وكل مشهد، وتبقى عايز تبين حاجات معينه فمش عارف هتبينها ازاي. هل ابينها صوره ولا ابينها كلام ولا ابينها رياكشن من غير ولا حاجه؟ فلا ده 100% دي محسومه دي. فاهم؟ خلي بالك في ناس كتير مش هتبقى عارفه ان الكتابه صعبه ومرهقه، وان انت عشان تطلع حلقه ده موضوع بشع وتقيل. طبعا الناس فاكره ان الواحد لا انت يا راجل الفت وفاهم. ايوه طبعا. لا انت مقدر مسلسل صعب، وانا واثق ان ده طلع منه درفتات كتير قوي يعني. مسلسل صعب وتفاصيله كتيره وشخصياته صعبين، ما فيهوش ولا شخصيه عاديه. كل الشخصيات محطوطه تحت ضغط، كلها محطوطه في ضغط ما. يا اما حتى صفاء الطوخي اللي هي ابنها دي رهيبه. محمد شاهين نفسه وبنته ومراته، احمد السعداني، العيال في المدرسه مفيش انسان عادي كله. ده علي قاسم الدكتور النفساني في مشهد مسك دماغه تعب. يا جدعان جننت. الراجل نفسه الضغط. كل الشخصيات محطوطه تحت ضغط درامي. فلا ده احسن ورق السنه دي بفارق بعيد قوي بصراحه. انسان مكتسح لو في رايي يعني. طب احسن مخرج يعني نقول كريم الشناوي. هو انا هديها لكريم بلا منازع بصراحه. الفكره بس ان لام شمسيه خدت الجوائز كلها. هو انا فكرت عشان يعني يبقى بس كل رمضان كده بيطلع فيه مسلسل بيقش. السنه اللي فاتت كان فيه مسلسل اسمه صله رحم. ايوه بتاع عاد نصار. استاذ تامر نادي المخرج. وعلى فكره تامر نادي اكيد ينافس جدا بمنتهى الصلاحيه السنه دي. منتهى الصلاحيه برضو، بس زي ما قلنا ان القضيه هي البطل اكتر. صح. ما هي دي ممكن. بس لا يعني لام شمسيه برافو لكل صناع العمل اللي هم وباقي المسلسلات بصراحه. يعني اي حد عمل مجهود السنه دي لا في مجهود يحترم في اختلاف كمان المواضيع. مواضيع مختلفه كتير قوي السنه دي. بالنسبه بقى لاحسن موسيقى تصويريه وانت بتتفرج كده قاعد الموسيقى بعيد عن سيد الناس، الموسيقى الاوبراليه الغريبه دي. ايوه خلينا في المسلسلات. انا كان عجباني الموسيقى بتاعت سيد الناس ده بجد. اوبراليه ومبالغ فيها انا عملت سيرش عليها وجبتها بجد والله. هتلاقيها شويه وتلاقي ساوند تراك. ده عزيز الشافعي اللي عاملها. يعني هي احسن موسيقى تصويريه؟ لا انا بقول لك عجباني. وده انفراد للبرنامج. هقول لك انا اكتر حاجه كانت شداني اخواتي. كانت عاجبني قوي يا نهار ازرق. اصل هو عامل تراكات كمان في النص حلقات. في النص التقطيعات السريعه. هو بيبقى مشهد عادي جدا بياكلوا على السفره، بتلاقيه عامل لك كده شوطات سريعه مع المزيكا.
قبل ما كندا وجيهاني يهجموا على فرحات ويكسروا الباب، عامل برضو بالمزيكا كده كام شويه حاجه تفاصيل كده. كان شددني قوي التراك ده، كان شددني قوي. ما اخواتي ده برضو بالنسبه لي تحفه فنيه يعني. انا مش هناقش معاك كتير في الموسيقى لان مفيش حاجه معلمه معايا اكتر من اخواتي يعني. ماشي مش اتفقنا الحمد طيب. لله. احسن صوره بقى، احسن مسلسل بتتفرج على صورته تبقى مبسوط كده، تصوير صوره. اخواتي ولام شمسيه، بس لام شمسيه خد جوائز كتير. اه نديها لاخواتي بقى. انا هديها للنص، انا بتفرج على النص. برافو وانا عليك. مستمتع قوي صح والله، صح النص صورته جميله، صح برافو أجواءه عليك. حلوة. انا هديها للنص. انت صح. لا انت بتغش مني. لا صح انا كنت ناسيه فعلا. لا صح. خلي بالك النص ده كان سهل قوي يشتغل، كلها حاجات داخلي وضيقات وكده. هو لا كان ده تعبانين فيه قوي، ده فيه كرومات بالظبط واخد راحته والحاجات خارجي ومجاميع كتير ومفيش غلطه يعني. لا يستاهلوا صح. طب انت شايف ان في حد يستاهل مثلا جايزه خاصه نديله كده، جايزه تشجيعيه؟ يعني انا شايف مهاب طارق عشان صاحبك ولا عشان لا مش عشان صاحبي. يعني انا ما اديتوش احسن مؤلف هو. لا اقول لك ليه، لان هو الفكره كلها مهاب كان محطوط في قالب جعفر العمدة بما ان ده اول عمل ليه يعني. هي كانت بدايه، فيروح بعديها بشويه يعمل مثلا مسلسل زي حاله خاصه، حاجه مختلفه خالص هو تمام، فيدخل رمضان ده يدخل رمضان ده وقبليها السنه اللي فاتت لحظه غضب برضو مسلسل برضو مختلف تماما. يدخل رمضان بثلاث انواع دراما مختلفين تماما عن بعض. يعني انت تتفرج على ايش ما هو استحاله تقول اللي كاتب ايش ده كاتب اخواتي مثلا، او اتفرج على اخواتي بغرابته بحلاوته بالنسبه لي، عشان بقول لك انا بالنسبه لي ده تحفه فنيه كده لوحده، تقول ده اللي كاتب ولاد الشمس. فلا يعني مؤلف جاي بقوه، هو جه خلاص وقعد معانا. بس يعني هيجي اكتر وهيعمل حاجات انجح واكبر كمان بكتير. ففرصه يعني، بما ان في حاجه اسمها جايزه خاصه فلا يبقى مهم. اعتقد مع ان انا عندي مشاكل في الكتابه مع ايش بس تمام. بص ما هو انا هستثني ايش وهوافق معاك على اخواتي تمام. بس تعالى نتفق على حاجه، ان هي ثلاث اذواق مختلفه. ايش ما اعتقدش خالص ان معمول عشاننا بمنتهى الصراحه. انا غصب عني وانا بتفرج بعد يعني اركز في تفاصيل كتير قوي ومنطق حاجات واعمل. هو مش عايز ده، هو عايز ان اللي بيتفرج ويريح دماغه وبتاع والدنيا حلوه، اهم حاجه نقفل بس قفله تخلينا نتفرج عليه بكره. انا عندي واحد صاحبي قال لي جمله انا هقولها، انا ده مش رايي، ده راي صديق ليا. قال لي انا بتفرج على العتاوله وعلى ايش وسيد الناس ان هم مسلسلات كوميديه. قال لي دول بيجيبوا معايا ضحك. هو اللي دي برايا ما يعني ما هو مش عايزنا احنا وعايز صاحبي. انت هربت برضه، قال لك واحد صاحبي. لا ده حقيقي وبامانه، لسه كان بيكلمني امبارح بنتكلم. لا هو مسلسل اللي انت بتريح دماغك وبتاع، فهو نوعيه موجوده ونوعيه ليها جمهورها وجمهورها حبيبها وكل حاجه. ولاد الشمس معلش مع كامل احترامي اقوى قفله السنه دي. انت لو تعالى هنخترع جايزه احسن حلقه اخيره في رمضان. انا مستني لام شمسيه ان شاء الله. لسه ما شفتش لام شمسيه صح، بس يعني لا ولاد الشمس او ظلم ومصطبه. ممكن انا اتخيل ان ظلم ومصطبه بص بالنسبه لي يعني اتخيل ان لو لام شمسيه كمل بنفس الاداء وبنفس المنطقيه وبنفس السيكونس الطبيعي اللي مش متكلف اللي ما فيهوش اي افوره، هيقفل قفله حلوه. نفس الكلام ظلم ومصطبه، احنا بنتكلم في قصه هروب وقصه. بص انا معاك، بس ما اعتقدش ان في قفله في رمضان السنه دي هتبقى بقوه ولاد الشمس من الناحيه الجماهيريه يعني. جماهيريه ولا دراميه؟ لا الناحيه الجماهيريه. ولاد الشمس. ولاد الشمس انا يعني دراميه فنيه اعتقد يعني او انا مستني واتمنى ان لام شمسيه يقفل صح ان شاء الله. خلي بالك القفله نص السكسيه طبعا هنزعل قوي. نبقى نعيد الحلقه دي لو القفله وحشه. نسحب الجوائز زي قلبي ومفتاح. للاسف قلبي ومفتاح وحلقه اخيره غير موفقه يعني. قفله مش هتعمل محسن زعلني. ده حقيقه. لا انا بحبه مش اقدرش اقول كده. اشتغل معاه المسلسل اللي جاي. يشوف الحلقه. لا تامر محسن ده الواحد يروح يمثل معاه وسايب ايده كده. لا حاجه عبقريه يعني. بس زي ما انت قلت هو كان محتاج ده نهدى شويه. طب في الاخر كده انت شايف ان الموسم الرمضاني ده تقيمه ازاي؟ هل هو جيد زي الموسم اللي فات ولا هو اقل؟ لا جيد وقد يكون احلى. 15 السنه دي حلوين قوي يعني. رغم كل التشريح اللي احنا عمالينه. مش تشريح والله خالص، بالعكس. انا الحاجات كلها، انا لو المسلسل ده انا اللي كاتبه وانا بطل وحتى اكيد هيبقى فيه حاجات. فلا خالص بالعكس، المسلسلات كلها جميله والناس عملت مجهود وتعبت، وكون ان في مشكله او حاجه بسيطه ده عشان يحسنها السنه اللي جايه فيبقى المسلسل اكثر تكاملا يعني. طب اخر سؤال بقى. لو انت حابب تبقى بطل مسلسل من المسلسلات دي كلها تختار مسلسل ايه؟ انا مبدئيا هبعد عن ولاد الشمس خالص عشان مش حتتك. انت بتلعب في الكوميدي. مش قادر هموت. بتاع كئيب قوي. والله قعدت بتاع 5 ايام مخنوق. يا نهار ابيض صعب قوي. وهبعد عن لام شمسيه عشان في نوش.
العب دور محمد شاهين. لا 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 الناس لا بتقول لي، لا حد بيقول لي هو ازاي يوافق على الدور ده الناس كانت طبعا. خالد الصاوي في عمارة ايوه طبعا. يعقوبيان. لا 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 ده جرأة غير عادية. انا سايبك تفكر، خلي أيوة، بالك أنا انا عمال بعمل معاك أفكر. يعني انا ممكن اعمل اي دور في اشغال شقة. لا قول لي هشيل فلان وانا امثل الدور ده. مش هشيل حد يا عم. هو لازم لحد يشيلنا انا بجد. ده فرضا ان حد انت فرحان فرضاً. بيه وشايف ان هو في نجاحه حلو فهتلعب الدور ده. اعمل دور فرحات مثلاً؟ اعمل دور فرحات في اخواتي. صح كده؟ انا شايف ان انت اه بتشرب سجاير بقى وبتاع. ما بشربش والله سجاير ولا تتدرب بقى انتاج سجاير. ايوه مخدرات للفنان. يعني ده ممكن الدور، في ادوار كتير يعني، بس يعني اتمنى اعمل ربع اللي عمله حاتم يعني. اتمنى اشوفك في اعمال شاء دراميه الله، اكتر دعواتك. وسينمائيه. وبجد مبسوط ان انا قعدت معاك الحلقه. ربنا يخليك والله. من السنة اللي فاتت. وباذن الله نيجي حلقه تانية السنه اللي جايه باذن الله نتكلم عن مسلسلات برضو كده. فاتبسطت قوي يعني، وشكرا ليك على نورتني الاستضافه وشرفتني الجميله يا دي. باسم. حبيبي ان شاء الله في مزيد من النجاح ونشوفك في اعمال اكتر واكتر. ان شاء الله. ربنا يخليك. نورتنا بالصحاب. حبيبي شكرا اخويا. سقف يا جماعه. اقوم امشي زي البرامج ولا؟ رامز جاي كمان، ما كناش على البرامج خلي بالك. لا خلاص. يمكن رامز يجيبك. يا فنان هات اي حاجه.